في احدى الايام المزدحمه كان في راجل خمسيناتي ماشي كده في الشارع، بيشوف اتنين داخلين في احدى الاماكن علشان يتخانقوا. العجوز بيشدوا الفضول وبيروح وراهم علشان يشوف ايه اللي هيحصل. بيلاقي واحد ضخم جدا زانق شاب متوسط البنيه وعازم على ضربه. العجوز بيقول هو الضخم ده عامل كده ازاي؟ ده لو مسك الواد ده مش هيرحمه. الشاب الصغير بقى في الوقت ده كان واقف ولا على باله، عمال بيعمل تمريناته ومستني العجل يبدا في هجومه او اللي هو عاوزه يعني. الراجل الضخم بقى بيقول له انت ازاي بتتجرأ وتتحداني يالا؟ المفروض بعد ما تشوف الفرق ما بيننا تعرف قد ايه انا اقوى منك. انت لازم تموت دلوقتي. الشاب الصغير بيخلع الكلبوش بتاعه وبيستهزأ بيه اكتر، بيقول له انت اقوى مني؟ ده مين اللهبل اللي قالك كده؟ هات اخرك يا عجل انت. العجوز كان مصدوم من اللي سمعه. انت ازاي لسه عندك القدره تستفز فيه يا ابني؟ انت مش شايف هو عامل ازاي؟ الراجل الضخم بقى هو كمان خلع التيشيرت بتاعه، عضلاته بتبان. ده ايه الجسم ده؟ ده جسمه كله عضلات ومرسوم على ظهره شيطان وكانه متعود على القتالات دايما. العجوز قال خلاص دي نهايه الشاب ده. بدأ القتال فعلا. الضخم بيحدف التيشيرت بتاعه على الواد وبيحاول يديله بالبوكس وراه. الواد بيفادي كل هجماته ببراعه، بيقرأ تحركاته بسهوله. الضخم بيتعصب منه وبيكسر ازازه كده بيحدفها في وشه. الواد بيتفادى الازاز من هنا وبوم الضخم بيكسر الجدار برجله من هنا. ده حاطط ايه في الكوتشي ده؟ اكيد مليان حديد. الواد بياخد باله، بيقول له كنت حاسس انك مش نظيف في لعبك بس ما علينا، هات اخرك يلا. الضخم بقى بيتعصب منه وبيقول له يعني انت تحدتني وعمال بتجري زي الجبان؟ ما تقاتل يالا. الواد قال له تمام وهوب بيديله بوكس بيريحه. الضخم لسه ما فاقش وبوم رجل تانية بتوقعه على الارض. بيبص له باستعلاء بعدها كده وبيقول له ها عرفت من فينا الاقوى ولا لسه؟ الضخم بيتعصب من الكلام، بيقوم بسرعه علشان يديله بوكس بكل قوته. ولكن انت متخيل انه يعرف يعمل حاجه يا صديقي؟ لا والله. الواد بيستغل قوه ضربته وبيكسر له دراعه، بيديله بعدها بالرجل في كل حته، الاولى الثانيه الثالثه هوبا طريق السلام. انت ده ايه العظمه ديت؟ ده هزمه يا جدعان. العجوز اللي كان بيتفرج كان فاتح بقه ومش مصدق اللي عينه شايفاه. بيسأل الشاب ده عن اسمه قبل ما يمشي والواد بيسمعه. بيقول له اسمي توكتا، انت اسمك ايه؟ العجوز قال له انا اسمي ياماشتا، اتشرفت بمعرفتك. توكتا بعدها بيقول له ها انت عاوز تتعارك انت كمان ولا ايه؟ ياماشتا كان هيعملها على نفسه، قال له لا يا عم اتعارك ايه؟ ده انا عامل شبه السحليه، انت مش شايف انا عامل ازاي؟ فتوكتا بعدها امله بيخيب وبعدين بيمشي. وياماشتا ده بقى يا صديقي موظف بنك عنده 56 سنه، عايش في بيت متواضع بعد ما زوجته سابته وهربت. عنده حق الصراحه يا صديقي. المهم عنده ابن اسمه كنزو ما طلعش من اوضته بقاله 10 سنين. ياماشتا بيعمل له الاكل كل يوم وبيوديه له لحد الاوضه. المهم حال ياماشتا كان تعبان جدا واللي بينام فيه بيصحى فيه، لحد لما في يوم وهو في الشركه كان المدير عليه عمال يهزقه علشان اتاخر في تسليم الورق. ياماشتا كان متضايق جدا وبيقول انا بس لو كان عندي قوه توكتا كنت مسكت العلق ده وكسرت دماغه، بس للاسف انا موطي راسي علشان ما عنديش القوه ديت. المهم يعني في الوقت ده ياماشتا بيتهزق بيدخل مدير الفرع بالكامل وبيقول له صاحب الشركه عاوزك. ياماشتا مش فاهم حاجه وبيقول له هو عاوزني انا؟ الراجل قال له ايوه وكان باين عليه مرعوب جدا. المهم ياماشتا بيروح على المدير فعلا بيساله هو عاوز ايه. وبالمناسبه المدير ده اسمه نوغي. نوغي قال له بص يا ابن الناس انت عمرك سالت ازاي التجار بيتنافسوا؟ ياماشتا قال له لا. نوغي قال له بص يا عم في مباريات سريه بتتعمل في البلد ديت اسمها مباريات كينجن، واللي بيحصل في المباريات دي ان كل رئيس شركه بيتنافس مع شركه تانية، بيقوم رايح جايب مقاتل قوي جدا والشركه التانية برضه بتجيب مقاتل قوي ليها، بيتنافسوا سوا واللي هيفوز ما بينهم هياخد اللي هو عاوزه من التاني. ياماشتا مصدوم وبيقول له انت اكيد بتهزر. فنوغي قال له لا. المدير كمل كلامه وقال له للاسف احنا كنا متخانقين مع شركه كبيره كده على قطعه ارض مهمه وكنا جايبين مقاتل شرس يقاتل باسمنا بس لحد دلوقتي مش عارفين مكانه، واكيد انت عارف المقاتل اللي هم يقصدوه صديقي، وعشان كده عاوزين حد يقاتل بداله. ياماشتا بيتصدم وبيقول له ما تهزرش، انت هتخليني اقاتل انا ولا ايه؟ نوغي بيضحك كده وبيقول له انت قادر تقف يا عم، هتقاتل ايه؟ بينده بعدها على اللي واقف بره وبيقول له تعالى. ويا ترى مين اللي واقف بره يا صديق؟ ايوه هو اللي في بالك، البطل بتاعنا توكتا. بيتعرف على ياماشتا في ثانيه وياماشتا هو كمان بيتعرف عليه. المدير بيتصدم وبيقول لهم انتم عارفين بعض ولا ايه؟ ده حلو قوي كده، هتسهلوا الموضوع عليا. بيأمر ياماشتا بعدها يكون الوصي على توكتا علشان هو اللي هيخوض المباراه الجايه باسمه. ياماشتا لسه هيرفض فتوكتا بيقول له اتفقنا، انا وهو بقينا شركاء. وياماشتا كان واقف وما
قدرش يتكلم. بعدها الاتنين بيروحوا علشان ياكلوا سوا، والسكرتيره بتقف مع نوجي كده وبتقول له انت ليه وثقت في الراجل ده؟ انت تعرفه ولا تعرف قوته؟ ما يمكن يكون ضعيف ويخسرنا ال 100 مليار اللي احنا داخلين بيها. اي نعم هي فلوس قليله بس مش عاوزين نخسر برضه. نوجي بيقول لها انا حاسس ان هو اللي هزم المقاتل بتاعنا، والا ما كانش هيجي عندنا. احنا لازم نختبره بالفلوس القليله ديت علشان نتاكد من مهاراته. وانا عارف انك مظلوم علشان 100 مليار قليله يا صديقي، بس ربنا يعيني يعني واخلص الانمي ده على خير. المهم تاني يوم بقى ياماشتا بيركب القطر علشان يزور توكتا في بيته. بيوصل على مكان مهجور كده وشاكك هو صح ولا غلط. بيدخل البيت ده وبيتصدم منه، هو حد ينفع يعيش هنا ولا ايه؟ ايوه الوحش توكتا كان عايش هنا، كان مخلص على خنزير بري كده وعمال بياكل فيه. بيطبخ لياماشتا شويه اكل هو كمان وبيقول له تعالى كل معايا. بس فجاه توكتا بيحس بحد داخل عليهم، بيبص على الباب كده وفعلا اتنين بيكسروا الباب عليه بيستعدوا لقتله، والواضح انهم من الشركه المنافسه لنوجي وعاوزين يخلصوا عليه قبل الماتش. واحد منهم بيتقدم وبيقول للي معاه سيبهولي ده بتاعنا. الواد بيقول له تمام، وتوكتا بيقول له تعالى. الملاكم بيتقدم على توكتا وبيحاول يضربه يمين شمال بس مش عارف، وهوبا اداله القضيه. الواد وقع على الارض مش قادر يتحرك. توكتا بيقول له ما تركزش على الهجوم من فوق وتسيب اللي تحت من غير حمايه، هي مغفل انت، ما علينا، هتيجي انت كمان بعد ولا ايه؟ التاني قال له تمام. بيتقدم عليه بس الشخص اللي واقع على الارض بيمسك رجله وبيقول له ده بتاعنا ما تقتلوش. وفجاه الشخص اللي واقف ده خربشه بايده كده، جسمه جاب دم من كل حته، هو معاه سكينه ولا ايه؟ بيتقدم بعدها على توكتا وبيقول له انا مش حابب اتخانق معاك النهارده، كنت عاوز بس اقيس طاقتك، وطالما انت جامد كده فاستعد بكره للماتش ما بيننا، انا اللي هكسرك واسمي ليهتو. توكتا بيولع من الحماس وبيقول له اتفقنا. وتاني يوم بيحين موعد القتال. رؤساء الشركه بيجيبوا المقاتلين بتوعهم وبيستعدوا للاتفاق. القتال ده هيكون الاول لتوكتا، هو اللي هيحدد اذا كان هيكمل كمقاتل لشركه نوجي ولا لا. بيمضوا الاتفاق فعلا، وبعدها المقاتلين بينزلوا على الحلبه. واقف بيتفرج عليهم اكبر تجار اليابان واغناهم على الاطلاق. ياماشتا كان واقف في نص الكلام ده وبيقول انا جاي هنا بالغلط، انا عاوز اروح. في الوقت ده بقى كان كل اللي بيتفرج عارف ليهتو وبيشجعه علشان يكسر توكتا. كلهم شافوه قبل كده وهو بيحارب وعارفين سلاحه السري، ولكن توكتا ما يعرفوش. ايوه المدير خبى عليه علشان يشوف هو يعرف يسد في القتال ولا لا. بالفعل الحكم بيرصهم وبيقول لهم يلا ابداوا القتال. بيبدا القتال فعلا، وفي الاول محدش فيهم اتحرك خالص. الاتنين بيدرسوا حركات بعض ومستنيين اللحظه المناسبه علشان يهجموا. لقوها الاتنين هجموا على بعض بكل شراسه، بس توكتا الكسبان. اداله بوكس في دماغه وظبطه، بس ليهتو مش سهل برضه، وبدل ما يتفادى الهجوم قلله عن طريق الاندفاع عليه. اشتغل بعدها بالهجوم بلكمات على توكتا، مش مديله فرصه يدافع. الواد عمال بيهرب منه، ليهتو محاصره من كل حته. بس فجاه توكتا بيديله رجل بتريحه بالركبه بعدها على طول وما بيديلوش فرصه. بينزل فوق بعدها بوابل من البوكسات ومش هرحمك يالا. الكل كان مستغرب من قوه الجديد ده، هو هيكسبه ولا ايه؟ لا والله ليهتو وقتها بيستخدم سلاحه السري، بيقطع اللحم من ايد توكتا. هجوم تاني ما بيلحقش يتفاداه وبرضه بيتجرح منه. الواد مش فاهم حاجه، انا ازاي اتعورت كده؟ هو معاه سكينه ولا ايه؟ ساعتها بقى المدير بتاع الشركه بتاعته بيفسر، بيقول في العالم ده الايد عندها 3 قوى، قوه الضغط والمسك وقوه القرص. وليهتو قوته في صوابع ايده، اي حاجه بيضغط عليها ممكن يطلعها ايا كانت، سواء كانت لحمه او عظمه ايده مش هتسيبه. الجمهور كان عارف بتقنيه ليهتو وعمال بيهتف له. الواد هو كمان اتحمس ونزل في الهجوم بكل شراسه. توكتا لاحظ ان المدير ما عرفوش علشان يختبره، حاول يتفادى الهجمات ولكن بيتجرح برضه. لو فضل يتجرح اكتر من كده النزيف هيزيد وهيخسر في المعركه. ليهتو لسه رايح يضربه فهوبا اداله رجل وقعه. ايوه عرفه يا ابني انك لسه ما خسرتش. بس ليهتو كان استغل هجومه وعوره في رجله قبل ما الضربه بتاعت توكتا توصله. بيقول له بعدها انت عارف انت هتخسر ليه؟ علشان انت مجرد انسان عادي، لو كنت بشري خارق زيي كان زمانك تقدر تقف قدامي، بس انت ضعيف جدا. انت بذلت كل مجهودك علشان تقف الفتره ديت، بس يلا بقى علشان وقتك خلص معايا. توكتا وقتها بيقول له وقتي خلص وانسان خارق؟ انت واخد مقلب في نفسك قوي كده ليه؟ انت مفكر ان تقنيتك دي منيعه صح؟ طب بص كده انا قدامك اهوت، هات اخرك يلا. ليهتو اتعصب جامد، المدير بيزعق وبيقول له خلص عليه بسرعه. بيهجم عليه فعلا بايده، الكل مفكره خلاص انتهى، بس انت مفكر انه انتهى يا صديقي؟ لا والله الواد بيثبت ايده وما بيحصلوش اي حاجه. ايوه هو قرب منه اصلا علشان ما يسيبلوش مسافه ويمنع هجومه يوصل له. ليهتو بيهجم عليه بايده الثانيه بس برضه توكتا بيصدها. الواد بيزعق على اخره، بيحاول يستخدم تفوقه في الحجم على توكتا، بس اخرك فاضي يالا. توكتا فقله هيكسر عظمه، بيستخدم اسلوبه القتالي، بيتحكم في طاقه ليهتو وبيردها عليه. كل لما ليهتو بيحاول يضربه بيلاقي جسمه بيقع وهو اللي بينضرب في الاخر.
الاخر. التجار والمقاتلين اللي كانوا بيتفرجوا كانوا مصدومين من المشهد ده ايه العظمه ديت؟ بيفادي هجمات ليهتو للمره الاخيره وهوبا كفايه عليك كده، انتصرت شركه نوجي في المعركه وحسمت ال 100 مليار ليها. صاحب الشركه المنافسه كان زعلان جدا ومش مستوعب اللي حصل، وبكده توكتا نجح في اختبار نوجي ليه وكسب اول معركه. المهم بعدها السكرتيره بتاخد مبلغ كبير جدا من الفلوس وبتدي لي ياماشتا وتوكتا، وده بسبب نجاحهم في الماتش اللي فات. هو انا بصراحه مش عارف ياماشتا عمل ايه، بس هو شكله بيضحكني جدا فيستاهل الفلوس يا صديقي. المهم بقى وهم قاعدين السكرتيره بتسال توكتا وبتقول له انت عارف ان في المعارك ديت ناس كتيره ممكن تموت، ممكن يجي لك عاهه مستديمه تخسر حياتك بسببها. انت ايه هدفك من المباريات ديت؟ من الاخر يعني لو خسرت حياتك او اتاذيت الهدف ده هيفيدك؟ توكتا وقتها بيتحمس جامد وبيقول لها انا مستحيل اخسر، ما تقلقيش عليا، انا بقاتل علشان ابقى قوي مش اكتر. ولكن هل هو بيقاتل علشان القوه بس يا صديقي؟ اكيد في ان في الموضوع. المهم بقى في نفس الوقت ده عند شركه كواو، وتحديدا في المدرج ده كان في شخص دخل على الناس اللي هناك خلص عليهم كلهم. مديره الشركه بتشوف المجزره اللي عاملها وبتقول له انت عاوز ايه؟ انت عارف ان المنطقه ديت عاملينها علشان بندور على شخص نستخدمه في مباريات كينجان، انت دخلت وقتلت الممتحن بتاعنا وخلصت على الكل ليه؟ الواد ده قال لها علشان انا هكون المرشح بتاعكم، سمعت ان صاحبي دخل معركه كينجان قريب وانا عاوز اشوفه، ويقصد توكتا بالكلام. مديره شركه كواو بتعجب بيه، بتوافق تضمه ليها بعد ما شافت قوته، بتساله على اسمه، بيقول لها كيريو، اتشرفت بمعرفتك، وبكده اصبح بشكل رسمي مقاتل كينجان لشركه كواو. المهم بعد كام يوم على طول شركه نوجي بتتحدى شركه تانية في معركه كينجان برضه. القتال المره دي هيكون في جراج عربيات تحت الارض مع مقاتل شرس جدا، ايوه هو العملاق ده واسمه جون، وهينافس توكتا دلوقتي. والمباراه كانت على احقيه فتح مباريات كينجان حياه او موت، وهتعرف كل حاجه عنها كمان شويه يا صديقي. المهم الاتنين بيقفوا قدام بعض فعلا وبيستعدوا للقتال. جون بيقول لتوكتا انا اول مقاتل هتواجهه في البطوله ديت، كل اللي قبلي بيعتبروا عيال بالنسبه لي. فتوكتا بيسمع الكلام وهو ساكت. الحكم بيعلن بدايه المسابقه، وبوم في اقل من ثانيه كان توكتا مديله بوكس في بقه، بيقول له ده انت لكاك قوي. بيستمر في الهجوم عليه بكل شراسه. جون بيرجع لورا بس بوم بيمسك ايده بيقول له سامحني بس انا شغلي بيحتاج للكاكين. بيرزع توكتا في الارض بعدها، خلاص كان هيدوس عليه بس الواد عنده ردود فعل سريعه جدا وبيفلت من الهجوم بتاعه. جون ما بيستناهوش، بيفوق وبيهجم عليه بكل شراسه، مش رحمه نهائي. توكتا بيفادي الهجمات من هنا وهوبا اخد رجل طيارته من هنا. ايوه جون ما بيهزرش، ده واحد من اقوى المصارعين في العالم، بل ويصنف الاقوى على الاطلاق. عمال بيستهزأ بتوكتا وبيقول له ايوه كده خليك نايم، انا عاوزك تاخد حقك على اكمل وجه، اهرب من هجماتي وركلاتي ونام مكانك واجري يالا. بس احنا المصارعين المحترفين ما بنهربش من حاجه، سواء كان سلاح او سكينه او بوكس هاخدها منك، ده واجبك عليا كمصارع محترف. توكتا مش عاجبه الكلام، بيقرب من جون كده بيقرصه من دراعه جامد. جون بيبعد بعدها ايده وبيقول له انت بتعمل ايه؟ توكتا قال له بجربك بس، انت مش قلت انك مش هتهرب سواء ايا كانت اللي قدامك؟ امال انت ليه هربت دلوقتي؟ جون بيقول له هربت من ايه؟ توكتا قال له هربت من الالم قبل شويه، انت مش مثالي زي ما انت بتقول، انت مجرد مقاتل. جون بيتعصب من كلامه وبيمسك كتفه خلاص هيضربه، بس توكتا بيغير مركز قوته، بيديله على دماغه، بيفادي هجماته ونازل طحن فيه مش رحمه. الكل بيتفرج ومذهول من القوه ديت، بس فجاه جون بيقفشه بيقول له نسيت اقول لك حاجه، احنا المصارعين المحترفين بنعرف نمثل كويس. وبعدها بوم بيرزعه في الارض، كسر الاسفلت من تحته. ياماشتا مصدوم بيحاول ينده على توكتا علشان يفوق بس هو مش داري بالدنيا. جون هو كمان عمال بيشيل توكتا وبيفنشه، بيقوم تاني وهوبا بيكسر عظمه. هي دي نهايتك يا توكتا ولا ايه؟ الجمهور في الوقت ده كان كله عمال بيهتف لجون، بيقولوا له خلص عليه بسرعه، يلا اديله الناهيه. واحد كان واقف كده وبيقول كده المباراه انتهت، الواد ده خسران وش، لازم يستسلم بسرعه. ياماشتا بيسمع الراجل ده بيتعصب من كلامه، بيقول له توكتا لسه ما خسرش، عمره ما يخسر قدام حد، هو بيجمع قوته وهيقوم تاني. الراجل بيقول له يقوم ايه يا عم، ده خلاص انتهى. وفعلا يا صديقي جون بيشيله خلاص هينهيه، بيضغط على ظهره اكتر، بيضغط اكتر، خلاص فاضل له تكه وتوكتا ينتهي. في الوقت ده بقى كان توكتا موجود في مكان غريب جدا، مليان شمع من كل حته، بينفخ فيها كده بيطفيها من هنا، وعينك ما تشوف الا النور من هنا. مره واحده جون بيحس بحركه غريبه من توكتا، الواد بيفك نفسه من حركته بسرعه، بيكسر له شويه من صوابعه، جسمه بيتغير ووشه بيتغير وشكله اتحول لشيطان. بيهجم على جون بعدها بيديله ضربات من كل حته. الكل مستغرب هو ازاي فاق وسرعته بقت عاليه كده، الواد شغال ضرب في جون من كل ناحيه، مش مديله فرصه يرد حتى. ياماشتا في الوقت ده كان بيتفرج على توكتا، مش عاجبه لعبه، بيقول ده مش نفس قتال توكتا العادي، اكيد في حاجه
حاجه غلط. في الوقت ده كان جون بيتضرب ولكن بيتحمس اكتر، الواد مش رحمه، بيديله ضربات من كل حته، والتاني عاجبه الحوار ده، بيجمع طاقته في ايده، بيديله واحده على صدره، بس توكتا ما بيقفش برضه، بيكمل ضرب فيه من غير رحمه. الجمهور مصدوم من اللي شايفه. جون بالرغم من تلقي كل الضربات دي ليه بيقرب على توكتا اكتر، بياخد كل هجماته. ده ايه القوه ديت يا ابني؟ القتال ده جامد اخر حاجه. في نفس الوقت ده كان في اتنين من المقاتلين بيتفرجوا على الماتش ده، واحد منهم بيستغرب من مصدر طاقه توكتا وازاي سرعته زادت بالطريقه ديت. في الوقت ده بقى كان توكتا شغال ضرب في جون ومش مديله فرصه، عمال يضربه بكل شراسه، ولكن فجاه جون بيديله بالدماغ بيبعده. توكتا لسه ما فاقش وبيلاقي الرجل التمام في بطنه، كسرت عظمه، رمته في العمود اللي وراه. ايوه جون رجع في المباراه وشكله هيدغدغك. بيستعد بعدها الاتنين لانهاء القتال بالهجوم الاخير بتاعهم. جون بيقوم وبيجمع قوته في الهجوم ده، بيخلي الكل يهتف له، بس عند امك يالا توكتا عطاله النهايه بضربه واحده، منع الهوا عنه وخلاه يغمى عليه. يا مشتا مصدوم بيحاول يستنتج اللي حصل، بيبص على صوابع توكتا كده وبيلاقيها مكسوره، وده معناه انه استغل اندفاع جون ناحيته وطار ناحيه القصبه الهوائيه بتاعته وقطع الهوا عن دماغه، وده اللي هيسبب اغماء وقتي. الكل بعدها بيسقف لتوكتا على شجاعته وقوته. يا مشتا كان هيطير من الفرحه. الراجل اللي جنبه هو كمان بيعتذر له علشان شكك في قدرات صاحبه، بيعزمه بعدها على العشاء وبعدين بيسيبه يمشي. في الوقت ده بقى بيدخل على الكل راجل عجوز كده يحمل هاله مرعبه، بيحيي الجمهور اللي واقف وبيحيي توكتا على شجاعته، بيقول له انت بينت قوتك الجامده جدا، هزمت واحد من الاقوياء عندنا. وعلشان كده رئيس شركه غاندي بيدخل عليهم، بيقول لمدير شركه توكتا انك كسبت في المباراه وهتاخد الحق في الدخول والمنافسه على منصب رئيس مباريات كينجان. العجوز وقتها بيضحك جامد، بيطلع هالته المرعبه، بيقول لكل اللي واقف انا كطهاره رئيس معارك كينجان، اللي عاوز ينافسني على المنصب ده يحاول يهزم الناب بتاعي. بعلنها صريحه من النهارده، مباريات كينجان حياه او موت بدات، واللي هيفوز فيها هيكون رئيس منظمه كينجان وهياخد اللي عاوزه. يا مشتا بيتصدم من اللي سمعه، بيسال اللي جنبه على الناب اللي هو يقصده. الراجل بيحكي له عنه وبيقول له ده اقوى مقاتل ظهر في منظمه كينجان، لعب 157 ماتش وكسبهم كلهم، ومعروف انه اقوى مقاتل في المنظمه، والرئيس كطهارة بيستخدمه في المباريات بتاعته علشان يخلص على اللي يقف ضده. المهم توكتا بيسمع الكلام من هنا وبيولع حماس من هنا، بيفتكر ذكرياته مع الشخص اللي نفسه يقابله، وبيقول هو اكيد هيجي في المباريات ديت، مش هيفوت حاجه زيها. المهم بعد فتره في شركه نوجي كان توكتا متعصب جامد وماسك في رقبه المدير وبيخنقه، علشان المدير بيقول له انت مش المقاتل اللي هتقاتل باسم الشركه بتاعتنا. الواد متعصب جامد وبيقول له ليه مش انا اللي هقاتل. واحد تاني كده بيدخل عليهم واسمه سين. نوجي بعدها بيقول له توكتا ده اللي هيقاتل باسم شركتنا. فسين في الوقت ده بيشوف الرئيس وبيقول له انت محتاج مساعده ولا ايه؟ المدير قال له ايوه، وفي اقل من ثانيه كان ماسك ايد توكتا وبيقول له سيبه. الواد ما قدرش يستحمل الضغط على ايده، سابه فعلا. اتعصب بعد كده من المقاتل ده وقال له تعالى يلا. فضل يحاول يضرب فيه بكل شراسه بس مش قادر عليه. سين حركاته سريعه جدا، توكتا مش قادر يلمسه. في الوقت ده بقى كان ياماشتا بيسال السكرتيره عن معدل انتصاراته، بتقول له عليه. بيطلع انه لعب 39 ماتش وخسر منهم 15. هم مش دول كتير ولا ايه؟ سين بعدها بيروح عليهم وبيقول له 9 بسبب النوم و4 بسبب التاخير و2 نسيت ميعادهم اصلا. معنى كده انه ما خسرش ولا ماتش قبل كده. ده ايه الحلاوه ديت؟ توكتا في الوقت ده كان اتعصب جامد، استخدم التقنيه السريه بتاعته، بيقول له تعالى يلا. بيهجم الاثنين على بعض تاني بكل شراسه، بيحتدم القتال ما بينهم، ولكن في الاخر المدير بيوقفهم، بيقول له توكتا انا قلت انت مش هتكون ممثل لشركتنا بس ما قلتش انت مش هتشارك. الواد بيثبت كده وبيقول له فسر بسرعه يلا. المدير قال له انت لو عاوز تشارك في معركه كينجان يبقى لازم تكسب مكان ليك فيها، وعلشان تكسبه هتحتاج ياماشتا معاك. ايه هيحتاجني انا؟ ده ازاي كده؟ المدير بيقول لي ياماشتا تعالى انا افهمك، انت دلوقتي لازم تشتري عضويه كينجان. ياماشتا بيترعب وبيقول في باله اشتري عضويه ايه يا عم؟ ده البيت بتاعي لسه عليه قسط 15 سنه. السكرتيره هي كمان بتعترض وبتقول له ما ينفعش اصلا يشتري عضويه حاجه. المدير قال لها انت غلبانه قوي بس انا هفهمك عادي، عضويه كينجان دي بتروح لتجار كتير جدا وفي منهم اللي ما بيكونش عاوز يدخل المعارك اصلا، فعلشان كده بينظموا معارك ومزادات واللي هيكسب فيها العضويه هتروح له، ورسوم المنافسه ديت 100 مليون ين. وما تقلقش يا عم ياماشتا انا هسلفهم لك دلوقتي. ياماشتا بيترعب جدا وبيقول في باله 100 مليون يا عم، انا لازم اهدى وارفض العرض بتاعه بادب. لسه راح يتكلم فلا توكتا بيقول له اتفقنا. ياماشتا بيترعب بيقعد يصوت وبيتضاير على توكتا علشان يقول له لا. لسه راح يقول له انا، بيلاقيه بيبص له كده فبيقول له موافق واحلى مسا عليك يا عم ياماشتا. المهم بعدها بقى بيتناقشوا في اللي ياماشتا هيعمله وازاي هيدخل المنافسه ديت. نوجي بيزور له اسم شركه وبيسميها شركه ياماشتا. والله بقى عندك شركه يا عم.
عم، ما علينا. المهم بقى كان في ماتشين هيتلعبوا، واحد بعد يومين والتاني بعد 10 ايام. بيسأل توكتا انت عاوز تلعب انهي واحد فيهم؟ فتوكتا بيقول له اللي بعد يومين طبعا. يا مشتا بيقول له بس انت لسه متعور وجراحك ما خفتش، لازم ترتاح اكتر. توكتا قال له انت مفكر انها بعد 10 ايام هتخف؟ اكيد لا، انا هدخل بتاعه بكره ديت وارتاح لحد موعد المعركه الرئيسيه. فياماشتا قال له تمام. بالفعل تاني يوم بيدفع الاشتراك وبيستعدوا علشان يدخلوا على الماتش بتاعهم. بيكون توكتا هيلاعب المقاتل ده واللي مشهور بفنون الكاراتيه الجامده جدا. ياماشتا كان واقف تحت وزعلان جدا، بيفكر هيسد ال 100 مليون ازاي. بيقول لو كسب او خسر انا كده كده مديون ب 100 مليون، بس ما علينا. المهم رئيس الشركه المنافسه بيشجع المقاتل بتاعه وبيقول له انا عاوزك تكسره. المقاتل بيقول له تمام هكسر لك دماغه. الحكم بيقول ابدأوا، وتوكتا بيتكسر دماغه فعلا. انا كسر دماغه قال ابلع يالا. ياماشتا كان فرحان جدا من اللي حصل، مش مصدق اللي توكتا عمله. بيقول في باله ده انا ممكن اكسب بقى، والله لو كسبت لوريكم الويل. المهم في نفس الاثناء ديت كان في واحد بيصور كل اللي حصل ده بكاميرا وبيوديه لرئيسه. تخيل بقى من رئيسه يا صديقي، مش باين الشبه ولا ايه؟ ده هو كينزو ابن ياماشتا، واللي اتضح انه قاعد في غرفته من هنا وبيدير شركه من اكبر الشركات من هنا. بيستغرب جدا لما بيشوف ابوه مشارك، وبيقرر يشارك هو كمان في المعارك ديت، وده علشان يكون حاكم اليابان بالكامل. لا طموح يالا. المهم بيرن على الراجل اللي مشغله بداله وبيعرفه انهم هيدخلوا في معركه كينجان. بيقول له انه خلاص اختار المقاتل بتاعهم وهيكون واحد من عيله كيور. الراجل لما بيسمع اسم العيله بيتصدم، وبعدها بيقول له بصوت متكسر كده تمام بس هي مين عيله كيور دي يا صديقي؟ تعالى لما اقول لك. العيله ديت معروفه بجبروتها، مكان اي عركه تلاقيهم، ولو حد دفع لهم فلوس وقال لهم اقتلوا الشخص ده فكده هو ميت ميت، علشان عيله كيور ديت ما بتهزرش. المهم كبير العيله دي بيختار واحد منهم علشان يمثل شركه اندرمونت المتحده، يا رب اكون قلت اسمها صح، واللي هي شركه كنزو يا صديقي. وده علشان زي ما قلت لك هو ناوي يسيطر على البلد من اوضته. المهم في نفس اليوم ده بالليل كان ياماشتا رايح على الفندق ده علشان معزوم على عصير قصب هناك. ايوه عصير قصب يا صديقي، انت هتكذبني ولا ايه؟ المهم بيطلع وبيقابل الشخص ده واسمه كين بالمناسبه، وده بيكون نفس الشخص اللي عزمه بعد معركه توكتا مع جون. بيحكي له عن نفسه شويه وبيقول له انه كمان هيشارك في مباريات كينجان، وده المقاتل بتاعهم ريو. ياماشتا القصب بيأثر عليه وبيقول له تنور يا عم، بس هي ايه شركتك؟ فكين بيقول له عليها، وبيطلع ان الفندق ده كله اصلا بتاعه. ومن كتر الصدمات ياماشتا كان حاسس بكده وما اتصدمش المره دي ولا حاجه. المهم بعد مده كان توكتا جسمه خف بالكامل وفضل يدرب نفسه واستعد للبطوله، وهو واقع على الارض كده بيفتكر ايام زمان لما المعلم بتاعه اتقتل على ايد شخص تاني. بيفتكر معاناته، تدريبه علشان ينتقم ليه ويضرب اللي قتله، ولكن فجاه واحد بيقطع تفكيره بيقول له منور. توكتا بسرعه بيبعد عنه وبياخد وضعيه الدفاع، بس الواد سريع جدا وبيقرب منه، عمال بيحسس على جسمه وتحس انه مش مظبوط كده. وقتها توكتا بيفتكر انه نفس الشخص اللي كان مع الراجل اللي قتل معلمه. بيسأل عليه كيريو بيقول له انا قتلته، انت بقالك 10 سنين بتدور عليه صح؟ انا قتلته وانا عاوزك تغضب تتعصب تطلع غضبك عليا، هات اخرك يلا. توكتا وقتها بيهدي نفسه وبيقول له ايه اغضب ايه؟ انت عبيط يالا ولا ايه؟ معلمك مات، ده معناه انه كان ضعيف مش اكتر. انا كنت بدور عليه وعاوز اقتله علشان اعرفه مقامه بس طالما مات فده حظه بقى، اما انت فحظك لسه ما جاش. انت اكيد مشترك في بطولة كينجان صح؟ فالواد قال له صح. قال له انا عاوزك تستناني هناك بقى، انت وكل المقاتلين هكسركم واحد واحد وهعرف الكل من فينا القوي. في الوقت ده كيريو بيتحمس جدا بالكلام، بيقول له اتفقنا في البطولة انا هستناك، هنتقاتل سوا قدام الكل، ما تنساش ان محدش هيقتلك غيري. وبعدها بيسيبه يمشي. توكتا بيسأله على اسمه بعدها وبيقول له عليه. الواد بيمشي من هنا وتوكتا بيتفجر من هنا، بيقول له مش هسيبك، هخلص عليك يا كيريو. المهم في الوقت ده ومع اقتراب موعد البطولة بيتجمع كل المنافسين في المينا وبيستعدوا علشان يروحوا على مكان المنافسة. بيظهر لهم بعدها المرشدين اللي هيعرفوهم بالمكان اللي المفروض يروحوه، وبتكون السفينة اللي هيسافروا فيها هي واحدة من افخم السفن السياحية في العالم، بس للاسف دي بتكون بس للناس اللي معاها الدعوة بركوبها. ياماشتا بيقول له بس احنا معناش الدعوة ديت. فوقتها المشرفين بيوروا لهم السفينة اللي معهمش الدعوة، وبيكون شكلها وحش ومقرف جدا يا صديقي. المهم بيركبوا السفينة بعد شوية وبتكون صغيرة وزحمة جدا. بعدها واحد بيقسم الناس اللي موجودة وبيقول لهم المقاتلين هينزلوا تحت وصحاب الشركات هيطلعوا فوق ويتفرجوا عليهم. وبالفعل المقاتلين بينزلوا تحت وبيتجمعوا في مكان واحد. اصحاب الشركات هما كمان كانوا فوقهم، واللي من ضمنهم ياماشتا والسكرتيرة. بيشوفوا توكتا بعدها كده وبيقول لهم ان هو عاوز يشرب، فالسكرتيرة بتتطوع وبتنزل وبتديله المية. بيشرب فعلا، بيشكرها على كده. السكرتيرة بتقول له تمام وبتكون سايباه وراجعة، بس
توكتا بيوقفها كده وبيقول لها ايه رايك في الوضع ده؟ السكرتيره مش فاهمه كلامه وبتقول له تقصد ايه؟ قال لها احنا في مكان اشبه بالقفص واصحاب الشركات في مكان عالي، هو ده مش شبه حلبة قتال ولا ايه؟ السكرتيره بتتصدم ولسه هتخرج بسرعه بتلاقي الباب اتقفل. بعدها الكل بيسمع صوت قبطان السفينه وهو بيكلمهم بيقول لهم على اللي المفروض يعملوه، بيعرفهم ان الحلبة موجود فيها دلوقتي 151 مقاتل ومش هينجح فيهم غير 5 بس، ومعاكم من دلوقتي لحد في الوقت ده بيروح واحد من المشرفين وبيعرف القبطان باللي حصل. الراجل مش مصدق بيقول ازاي كده؟ ده لسه ما عداش 15 دقيقة على بداية الملحمة، هو ما يعرفش ان كان فيهم وحوش هناك ولا ايه؟ ما علينا. المهم بعدها بيتفتح الباب وبيتجه الشركات اللي نجحت مع المقاتلين بتوعها الى السفينة الفاخرة، واثناء ما توكتا كان بيعدي الجسر كان كيريو بيتفرج عليه وبيشوفه فرحان علشان انتصر ومش مصدق عينه، والله الواد ده مش مظبوط يا جماعة. المهم بعد شوية بقى بيوصل الكل على السفينة الفاخرة، بيرحب بهم المدير كطهارة، بيقول لهم مبروك عليكم نجحتم في الاختبار اللي فات، ولو انه كان اللي احسن ليكم انكم تسقطوا هناك، بس ما علينا يعني انتم كده نجحتم في الاختبارات ودخلتم مباريات كينجان بصورة رسمية. واحد من المتنافسين بقى واللي كان عنده ضغينة ناحية الرئيس ده بيتقدم عليه وبيقول له انا هقتلك، بس واحد من الحراس بتوعه بيطلع له وبيقول له هات اخرك يلا. المقاتل بيحاول يضربه ولكن التاني مش سهل برضه، اداله بوكس كسره. المقاتل بيتعصب جامد بيحاول يضربه تاني ولكن بوم رجل كسرت عظمه طيرته من على السفينه، شويه دم منه وقعوا على اللي وراه واللي كان من ضمنهم توكتا. كيريو بيشوف الدم عليه بيتعصب جامد. المقاتلين هما كمان بعدها بيعرفوا ان الحراس بتوع كتارا مش ناس عاديه وشكلهم ما بيهزروش فعلا. بعدها بيدخل الكل على السفينه الجميله ديت وحرفيا بينبهروا. هي مشتا كان واقف مش مصدق عينه وكانه في الاحلام يا صديقي. اما بطلنا توكتا بقى فكان عمال بياكل ولا في دماغه، وهو اصلا ما بيرتاحش في الاماكن النظيفه دي. المهم في الوقت ده بيدخل عليهم نوجي
نوجي علشان يرحب بيهم بعد نجاحهم في الاختبارات. توكتا لسه متضايق وبيقول له انا كسبت مكان في البطوله بسببك، بس ده مش سبب يخليني اسمع كلامك. فنوجي قال له تمام. بعدها بيكملوا رحلتهم. ليهتو طبعا زي اللزقه بيروح على السكرتيره علشان يقرب منها، بس البنت بتبعده وبتقول له انت واقف معانا ليه؟ ما تشوف يا عم رئيس شركتك فين وتروح تقف معاه او اي حاجه تانية. ليهتو وقتها بيقول لها رئيس مين؟ انا رئيس شركتي والمقاتل اللي فيها كمان. الكل بيتصدم، بيسالوه عملها ازاي. الواد بدا يحكي لهم على اللي حصل. قال لهم بعد ما خسرت في الماتش بتاع توكتا المدير طردني ورحت اشتغل في العماله في احدى الشركات، بس المدير نوجي شافني وانا شغال وقال لي ما ينفعش كده. سالته هو ايه اللي ما ينفعش؟ قال لي انت يا ليهتو جامد جدا وما ينفعش تشتغل عامل بس، معقوله انت كمان بتفكر زي يا مدير؟ فنوجي قال له ايوه، وانا هخليك كمان تشتغل مدير شركه من شركات الاغذيه بتاعتي، بس بشرط واحد، انك تنضم لمباريات كينجان، ولو فزت فهترشحني كملك للمنظمه. فليهتو قال له تمام ومضى على العقد بتاعه، وبكده هو انضم للبطوله كاول مدير ومقاتل في نفس الوقت. وبيتضح ان شركه ياماشتا هي كمان في نفس العقد ده، ولو توكتا فاز في البطوله فنوجي هو اللي هيكون الرئيس برضه. ده ايه الاستغلال ده؟ نوجي ده ما بيهزرش يا صديقي. ولكن بعدها بيتضح ان في شركات كتيره برضه عامله الحركه ديت، يعني ال 32 شركه اللي في البطوله ممكن يصفوا على 10 مش اكتر، بس ما علينا يعني. المهم في الوقت ده كان في شخص كده قاعد لامم الناس حواليه وبيلعبهم شطرنج. الشخص ده موهوب جدا ومحدش قادر يفوز عليه. ياماشتا قال ايه؟ بيتحمس ولكن بياخد على دماغه برضه. الراجل ده مضحك بغباء يا صديقي. المهم في الاثناء ديت بيطلع الرئيس كاتاهارا في المنصه وبيقول لهم على تفاصيل الرحله. قال لهم احنا دلوقتي لسه قدامنا 27 ساعه لحد لما نوصل على مكان الاختبار. مسموح ليكم كل حاجه في الوقت ده، حتى تبديل المقاتلين برضه مسموح، ولكن ما ينفعش حاجه واحده، القتال ما بين الاشخاص الموجودين في البطوله اصلا. وبس كده يلا هيصوا. الكل اتحمس من الكلام ده وخاصه الناس الغريبه ديت. في الوقت ده بقى بتدخل مديره شركه كواو على نوجي، بتسلم عليه، بتشوف بعدها توكتا وبتروح تقرب منه جدا علشان تعرف كيريو عاوز يقتله ليه. توكتا لما بيعرف انها المديره بتاعته بيتعصب جامد، بيمسكها وبيخنقها. ليهتو بيبعدوا عنها بالعافيه، والمديره بتقول له انا عاوز اقول لك حاجه واحده بس مش اكتر، كيريو قوي بشكل مش طبيعي فخلي بالك منه بقى. وفي الوقت ده فعلا كان كيريو ماسك الحارس ده ومكسر عظمه، وده بسبب انه لوث وش توكتا بالدم بعد ما ضرب المتمرد امبارح، وكان متعصب جامد ومش طايق حد وشكله ما بيهزرش يا صديقي. في نفس الوقت ده بقى كان كين ماشي هو والمقاتل بتاعه ورايحين على الحفله ديت. بيوقفهم الشخص ده واللي كان بيلعب شطرنج من شويه وبالمناسبه اسمه كانيدا. بيقول بعدها ريو ممكن تخليني المقاتل بدالك. كين بيتصدم وبيقول له انت بتقول ايه يا عم؟ انت اكيد بتهزر. كانيدا قال له خليني اقول لك السؤال بطريقه تانية، ممكن تديني منصب المقاتل بتاعك يا ريو؟ كين بيقول له ما ينفعش يا عم، انت سمعت الرئيس وهو بيقول القتال ما بين الاشخاص ممنوع، فمش هتستفاد حاجه بالقتال يعني. كانيدا قال له انت اللي ما سمعتش كويس، الرئيس قال ان اي قتال ما بين المشاركين في البطوله ممنوع، لكن القتال ما بين واحد مشارك وواحد مش مشارك فعادي. حتى انا بدات القتال معاكم والحراس واقفين وما بيعملوش حاجه. كيم بيستغرب جدا من الثغره ديت، وبعدها بيقول لريو يتقدم وشكلها هتبقى دمار شامل. ريو بيتقدم فعلا وبيقول لكانيدا اخرك دقيقه معايا، لو قدرت تفضل واقف فاعتبر المنصب بتاعك. كانيدا قال له تمام. بدات المعركه، كانيدا لسه هيدافع فراح ريو مديله بوكس مكسر مناخيره. ما ترجعش ورا كده يالا، دي البدايه مش اكتر. لسه ملحقش يفوق وبوم راح واخد بوكس تاني بايده كسره. كانيدا بيتصدم، بيعرف طريقه قتاله، بيحللها، بيقول لريو على الاسلوب بتاعه. الواد بيتعصب جامد، بيقولوا ايه المشكله انك عرفته؟ مش هتعرف تعمل حاجه برضه. بينزل ضرب فيه بكل شراسه. كانيدا بيتعجن تحته، مش عارف يصد ولا هجمه، بيتعجن وخلاص بيقع على الارض. بعدها ريو بيبص له بقرف كده وبيقول له جدع خيبه، ده انت مش مكمل تسخين حتى. بس كانيدا بعدها بيقوم له وبيقول له ده احنا لسه بنسخن. بوم بيديله بوكس في وشه بيكسره. ريو وقتها بيتصدم، هو ازاي البوكس بتاعه وصلني؟ بيتعصب جامد، بيهجم عليه ولكن كانيدا ما رحموش، عطله كمان بوكس من تحت كسر دقنه. هو ايه اللي حصل ده؟ ريو مش فاهم حاجه. كانيدا هو كمان اتغرب نفسه وقال لريو هسألك مره اخيره، عندك استعداد تسيب منصب المقاتل ليا ولا لا؟ ريو جاب اخره، بيقول له انت اللي جبته لنفسك. بيطرقع رقبته، بيفعل وضع القتل بتاعه، بينزل ضرب في كانيدا في كل حته والواد مش قادر يسد قصاده، بيضرب في المناطق الحيويه وخلاص ما عادش شايف قدامه، بيديله بوكس في بطنه. الواد بيوطي. ريو بيستعد بعدها علشان يديله الناهيه، وفجاه كانيدا كان ماسك دراعه وبيقول لريو تسلم يا معلم. بيكسره، بيرميه على الارض، بيقول له مش كفايه بقى عليك ولا ايه؟ ريو ما بيسكتش، بيقوم علشان يضربه تاني. تخيل بقى انه هيقدر عليه بدراع واحد يا صديقي؟ لا والله. كانيدا بيكسر عظمه، بيقول له اخرك فاضي يلا. بيتنبأ بعدها بكل حركاته وبيقول له كفايه عليك كده،
توكتا بيشيله بالفينش بتاعه وبوم طريق السلامة انت. ريو لسه هيعافر، فكانيدا بيفضل يدوس على دماغه لحد لما بيستسلم. المدير بعد ما بيشوف قوته بيعجب بيه جدا وبيقول له خلاص انت هتكون المقاتل بتاعي وشكلها هتولع يا صديقي. في الوقت ده بقى كان توكتا قاعد هو وليهتو ولا في دماغهم. ليهتو بيقول له ما تيجي يا عم نعكس لنا بنتين كده، نشرب لنا ازازتين، نعمل اي حاجه. توكتا بيقول له يا عم حل عن دماغي، انا ما بحبش اتحرك، سيبني قاعد بشم شويه هوا. فليهتو بيقول له تمام. من جانب تاني بقى في المكان ده كان في 2 من المقاتلين واقفين مع بعض عادي وبيتناقشوا في البطوله. بيدخل عليهم 2 تانيين كده وشكلهم جايين في خناقه يا صديقي. تخيل بقى انهم هيقدروا يعملوا حاجه يا صديقي؟ لا والله. العيال بتاخد وضعيه القتال وبتقول لهم تعالوا يلا. في نفس الوقت ده بقى كان في ناس كتير هزمت المقاتلين وخلصوا عليهم وطلبوا من المدراء بتاعه الشركه بتاعتهم طلب واحد. قالوا لهم علشان نكون المقاتلين عندكم لازم تعينوا شخص واحد لو فزنا في البطوله. فالمدراء بيقولوا لهم تمام. في نفس الوقت ده بقى كان الاثنين اللي هجموا على المقاتلين دول كلوا على دماغهم، ما عرفوش يعملوا اي حاجه. وبيطلع ان في شخص واحد في الاخر هو اللي كان باعت كل دول علشان ياخدوا مكان للشركه بتاعته. ايوه هو هيام يا صديقي، واللي بكده اصبح ليه 6 اماكن في البطوله. في نفس الوقت ده بقى كانت السكرتيره واقفه مع ليهتو وتوكتا وبتنصحهم ياخدوا بالهم علشان لو حد هجم عليهم ولا كده. بيشوفوا بعدها حد معدي كده وبيهجم عليهم، بتعدي من فوق ليهتو وبتطير على توكتا. الواد بيحاول يفادي هجماتها ولكنها جامده جدا وسريعه، بتكلبشه برجلها خلاص هتضربه بس توكتا بيفاديها. بيجهز البوكس بتاعه وبوم كان هيضربها بس بيوقف في اخر لحظه. بيقول لها انا اسف بس ما بمدش ايدي على بنات. البنت وقتها اتشدت له جامد وقالت له انا معجبه بيك، من اول ما شفتك في السفينه هنا حبيتك، تعالى نتجوز يلا. جواز يا ستي انت بتهزروا ولا ايه؟ الكل حرفيا مش مصدق، كل واقف مبلم ومستغرب من الموقف ده. بس تعرفوا مين اكتر واحد مبلم؟ هو توكتا، مش فاهم معنى الكلام ده. بينزل البنت كده وبعدها بيسيبها وبيطلع يجري. خد يا عم انت رايح فين بس؟ ما علينا. المهم بعدها عيله البنت ديت بتيجي علشان تاخدها وبتكون واحده من عيله كيور، واللي كنزو مخلي واحد منهم يقاتل نيابه عن شركته. البنت وهي ماشيه كده بتسالهم عن اسمه، يا مشتا بيقول لها عليه. البنت وقتها بتفرح جدا وبتقول لهم وصلوا له رساله لما يرجع قولوا له اني عاوز اشوفه. وبعدها بتسيبهم وبتمشي. بتروح على جدها بتقول له يا جدي انا كنت عاوز اقول لك حاجه، انا قابلت شخص هنا وحبيته. الجد اتصدم بس ما بينش قدامها حاجه. بيقول لها طيب يا حبيبتي روحي اتعشي دلوقتي وهنناقش الموضوع ده بعدين. بتمشي من هنا وعينك ما تشوف النور من هنا. الجد بيتعصب جامد، بيقول مين العيل اللي لعب في دماغ كارورا ده؟ البنت لسه في ثانوي، هو ازاي يتحرش بيها؟ انتم الاتنين عارفين هتعملوا ايه؟ راقبوا الواد ده كويس، ولو شفتوه بيقرب ناحيتها تاني اقتلوه وقتي. وحرفيا طاقته كانت هتكسر المكان ده. المهم في الوقت ده كان ياماشتا واقف على السفينه من بره كده بيشم هوا، بيشوف الجزيره اللي هم رايحين عليها، بيتشجع جدا. بيقول من النهارده انا هقبل رزين ومش هفقد اعصابي تاني. بالفعل بيوصلوا على الجزيره في ثانيه وبيدخلوا على فندق كده، والمدراء كلهم بيتجمعوا علشان يشوفوا جدول المباريات. ياماشتا كان واقف في جنب لوحده كده زي المنبوذ وسطهم. بيشوف بعدها المدير نوجي وهو واقف كده جنب كاتاهارا وشكله مكشر جدا. بيقول هو ماله ده زي ما يكون مقتول له عيل. بتسمعهم القمر ديت وبتقول لهم علشان هو لو خسر الشركات بتاعته هتنتهي وهيخسر كل ممتلكاته. ياماشتا بيسمع الكلام ده وبيتصدم وبيقول يعني لو خسر ما عادش هيبقى عندي وظيفه، هلف في الشوارع اتصرمح بس، ده ايه القرف ده؟ بيفتكر بعدها الدين اللي عليه وبيقول ما كده الدين هيروح وانا محوش قرشين حلوين هصرفهم براحتي. وبيحس بعدها بلذة الانتصار كده. بس القمر ديت بتقول له انت فرحان كده ليه يا عم؟ ده انا سمعت انك راهنت بحياتك انت وليهتو على المباريات ديت. حياتي يا ست انا مش فاهم حاجه. رينو بتقول له العقد اللي انت مضيته مكتوب فيه ان لو نوجي خسر فهتتنازل عن كل ممتلكاتك برضه وهتترمى في الشارع زي الجربان بالظبط. انت شجاع قوي، ازاي عملت كده؟ ياماشتا كان مصدوم، ما كانش عارف اي حاجه في العقد اصلا، وده اللي كان بيقول همسك نفسي ومش هتصدم من شويه يا صديقي، بس ما علينا يعني. المهم في الوقت ده الرئيس كاتاهارا بيقول لهم احنا دلوقتي هنحدد المباريات. في هنا 32 مقاتل هيتقسموا على 5 جولات. الجولة الأخيرة هيكون فيها البطل بتاعي أغيتو، ودي المباراة اللي لازم تهربوا منها. هديلكم كلكم فرصة علشان تختاروا مكانكم عن طريق اللعبة ديت. بيشغلها قدامهم وبيقول لهم اللي هيجيب أعلى واحد هيختار المكان اللي هيقاتل فيه. نبدأ بمين؟ تعالى يا صبحي، أقصد ياماشتا، لف البتاع ديت. ياماشتا بيتصدم، بيمشي زي الميت علشان ياخد دوره، بيقف عند البتاع مبلم كده وكاتاهارا بيرعبه
فبيضغط بالغلط على الزرار، ولكن بيلاحظ بعدها حاجة غريبة في اللعبة، وهي انها بتهدى عند رقم 9. فبيضغط عليه وبيجيب رقم عالي جدا، ولو محدش جاب اعلى هو هيختار اول واحد. ياماشتا بيقول هو محدش اخد باله انها بطئت عند رقم 9 ولا ايه؟ معقولة ده غش؟ انا فرحان قوي. لهته بيتحمس جامد، بيدخل علشان يلف بعده، ويا ريتك ما لفيت يا ابني. الناس كلها بتكمل لف ومحدش بيجيب اعلى من ياماشتا. بيطلعوه علشان يختار اول واحد، وبيقولوا له هتقاتل فين. ياماشتا كان عمال يبص على الجدول ومش فاهم حاجه. فالراجل اللي جنبه بيرعبه وبيقول له ها اخترت ايه؟ فبيقول له هنا اخترت ده. الكل وقتها بيتصدم من اختياره علشان بيكون مناسب وجامد جدا، ولكن هو ما كانش عارف هو عمل ايه. ده علشان الممتحن رعب واختار اي حاجه. كان واقف كده وعرقان ومش فاهم حاجه. بتتحدد بعدها المباريات بشكل رسمي، وكل المدراء والمقاتلين بيتحمسوا جدا. الكل كان مستني المعركه بتاعته الا شخص واحد كان قاعد جنب الشجره ديت وبيفكر هل هو اختار صح ولا غلط. بيشوف توكتا بعدها داخل عليه بكل شجاعه وبيقول له هنفوز في المباريات. الروح بعدها بترجع له وبيقول له اتفقنا. ومن هنا هتبدا العظمه يا صديقي. فجهز اشعارك وحط اللايك. بعد بدء مباريات كينجن حياه وموت العالم كله بيعرف بيها، وبيوصلوا على مكان الجزيره اللي هيقام فيها البطوله ديت، وبيدخلوا بعدها على القاعه بالالاف من الناس. الجمهور كله اصطف في المدرج ده واستنوا المباراه الاولى تبدا بفارغ الصبر. ياماشتا في الوقت ده كان قاعد يعد الناس ويحسب الفلوس اللي هتدخل لهم، واتهبل من المبلغ يا صديقي. بيفكرني بنفسي والله. المهم في الوقت ده الحلبه بتولع وبيظهر المعلقه اخيرا، بتنادي على المنافسين للدخول وبتعمل حفل ترحيبي بالمقاتل الاول، واللي هو ايماي كوزو، شاب عنده 19 سنه ولكنه جامد جدا. كان في الوقت ده بيسخن جسمه وبيلين عضلاته علشان يدخل على الحلبه. المدير بتاع الشركه بتاعته كان دخل عليه في الوقت ده، قال له انا بحبك اكتر من ابني، لو لقيت القتال خطر عليك انسحب في اي وقت، مش مهم البطوله، اهم حاجه صحتك. ايماي قال له ما تقلقش عليا يا عم، انا كده كده هكسبك. وبعدها بيسيبه وبيدخل على الحلبه. الجمهور طبعا بيهتف للعبقري ايماي والحلبه حرفيا مولعه. المعلقه بعدها بتندى على المقاتل التاني واسمه ادم، مقاتل امريكي شرس وناوي يكسر اللي قدامه. رئيس الشركه بتاعته بيشجعه وبيقول له ادخل يا بطل يلا. بيوصل على الحلبه فعلا والترحيب بينتهي. الحكم بيرصهم والاتنين بيحيوا بعض. بيبدا القتال فعلا. الاتنين بيهجموا على بعض بكل شراسه. ايماي كان سريع جدا وادى لادم رجل بوظ توازنه، نزل ضرب عليه بعدها بوابل من الهجمات وادم بيدافع مش اكتر. الكل حرفيا انبهر من قوه الواد ده، مصدومين منه. بعدها ادم بيتعصب جامد، بيستغل جسمه وبيحاول يضرب في ايماي ويوقعه، ولكن الواد سريع جدا وبيفادي كل هجماته ببراعه. بيستغل اندفاعه ناحيته وبوم بيوقعه على الارض، بيطلع بعدها فوقه، وبكده ايماي يعرف يستخدم اسلوبه في القتال ويخلي ادم يستسلم. الجمهور والمقاتلين والكل فرحان باللي عمله ومفكرين ان كده خلاص المباراه انتهت. بس في الوقت ده كان تايسون مستغرب جدا من ادم وحاسس انه يعرفه قبل كده. المهم في الوقت ده كان ايماي متحكم فيه، قاعد فوقه وبيجهز علشان يخنقه. ادم ما بيسكتلوش، عمال بيستفز في الواد وبيقول له هات اخرك يلا. ايماي بيتعصب منه، بيديله بالبوكس في وشه وبيكسر مناخيره. بعدها بينزل عليه ضرب من كل ناحيه. حرفيا ادم اتعجن، بيصد كل هجماته بايده وبعدها بيستهزئ بيه اكتر. بيقول له تعالى بقى اما اوريك الهجوم عامل ازاي. بيجمع طاقته وبوم بيديله بوكس من تحت كان هيجيب اجله. ايماي يتفادى الهجوم بالعافيه، ولكن برضه كان جسمه اتاذى وكان ماسك جنبه وشكله اتصاب كده. في الوقت ده كان تايسون عرف مين ده، نزل على مكان المعلقه واخد المايك منها، اشتغل في التعليق هو كمان معاها. بيقول لها مش معقول، ده ادم دادلي اقوى مقاتل في لعبه الهوكي واللي كان بيخلص على اي حد يلعب ضده. فبالرغم من ان رياضه هوكي الجليد بتتلعب على مكان ناعم صعب تدعم جسمك علشان تعرف تضرب اللي قدامك، كان ادم هو المقاتل الوحيد اللي بيعرف يخلص على اي حد قدامه من غير اي داعم ليه، وده بسبب عضلات ظهره القويه جدا واللي بتدعم ايده وبتخلي البوكس بتاعه فتاك يا صديقي. في الوقت ده بقى كان ايماي مش فاهم ايه اللي حصل، ازاي هو قوي كده، متوتر جامد وبيقول ما علينا هتخلص من هجومه بسرعتي. بيهجم عليه تاني، الواد سرعته زادت، اشتغل ضرب فيه وما ادالوش اي فرصه، بس الواد بيمسكه من كتفه بيقول له كفايه عليك كده. بيجهز ايده وبوم بيديله بوكس بيخليه يرد من على الارض. حرفيا ايماي اتكسر. الجمهور والكل كان اتصدم من حجم القوه ديت، ده ازاي البوكس بتاعه قوي كده. في الوقت ده ايماي كان بيقوم بالعافيه، جسمه كله متكسر، رؤيته بدات تبقى مشوشه، بيحاول يقاوم، لسه هيقوم وبوم ادم راح مديله بوكس تاني مكسره. ايماي كان استخدم دراعه مرتين ونط لورا علشان يقلل قوه البوكس بتاعه، ولكن برضه اتضرر جامد. في الوقت ده كان المدير بتاع ادم فرحان جدا، بيحكي ازاي شافه اول مره بالصدفه بعد ما كسر عظم كل المقاتلين في المنطقه بتاعته. بيحسب بعدها فرق القدرات البدنيه ما بينه وما بين ايماي، وبيتضح ان ايماي خسران وش. الواد هو
كمان كان اتعصب جامد، حاول يهجم على ادم بس مش قادر عليه ولا عارف يفوز. بيتعصب جامد منه، بيقول له تمام كده، بيوطي جسمه، بيرجع شعره لورا وبيقول له تعالى يلا. ادم هو كمان اتحمس من الوضعيه بتاعته، غير وضعيته في القتال واستعد الاثنين اخيرا علشان ينهوا القتال ده. ايمي بيهجم على ادم بسرعه جدا والتاني اخد الوضعيه واستناه يقرب منه، بيقرب منه فعلا وبوم ادم اداله بوكس كسر دماغه. بيمسكه بعدها تاني وبيديله بالبوكس من كل ناحيه. ايمي حرفيا اتعجن، او ادم هو اللي اتعجن يا صديقي. ففي الوقت ده ادم كان مفكر نفسه انه انتصر، بس اللي حصل عكس كده خالص يا صديقي. فلما ادم هجم بالبوكس على ايمي، الواد لف جسمه بسرعه جدا واخد دراعه وخنقه، وكل اللي حصل ده كان وهم، وادم عقله هو اللي عمل كده علشان ما لحقش يستوعب سرعه الهجوم ده. ده ايه العظمه ديت؟ ايمي ما بيهزرش فعلا. بعدها ادم بيغمى عليه نهائي والحكم بيعلن فوز ايمي في القتال، وبكده الواد ده انتقل للمرحله الثانيه وكان فرحان جدا. الجمهور هو كمان كان ولع حماسه ومحدش مصدق اللي شافه. جون كان قاعد جنب مقاتل تاني كده ومبهورين من مهاره ايمي وشكلهم هياخدوا بالهم منه بعد كده. في الوقت ده بقى كان ايمي طلع على المدير بتاعه ووقع على كتفه من التعب، والمدير بتاعه بعدها عرف صعوبه الماتشات ديت وبدا يقلق على مقاتله اكتر. ويلا بينا بقى احنا على المعجنه التانيه علشان هتبقى دمار يا صديقي. بس قبل ما ندخل فيها عاوز احكي لكم حكايه كده. المقاتل الجاي ده اسمه هارو، شاب قوي جدا جدا، كان عايش في قريه جبليه بعيد عن الناس والعالم ده. وكطبيعه الحال العيشه في الجبال صعبه جدا وهتخلي المواطنين هناك اقوياء. بس كان في ولد واحد عنده 15 سنه اتولد بقوه اكتر من الكل ومهاره عاليه جدا. ايوه ده هو هارو يا صديقي. بيشوفه بعدها رئيس احدى الشركات وبيقرر يخليه المقاتل بتاعه. هارو ما كانش عاوز يسيب اهل القريه بتاعته وكان عاوز يفضل يكمل حياته معاهم، بس برضه نفسه يستكشف العالم اللي بره ويشوف ناس تانية غيرهم. وكان في الوقت ده محتار جدا ومش عارف يختار ايه، فعلشان كده سكان قريته بيواسوه، بيقولوا له كمل حلمك، اطلع بره القريه وشوف العالم عامل ازاي، ما تقلقش علينا يا هارو، احنا كلنا في ظهرك وبنشجعك. الواد وقتها بيتأثر جدا من كلامهم، بيشكرهم على دعمهم ليه، وبعدها بيسافر مع الراجل ده، بينزل على العاصمة وبيشوف مباني وناس كتيرة، وحرفيا الواد مش مصدق عينه. الرئيس في الوقت ده كان بيخطط لكل حاجة. في الأول خلى هارو يتفتن بالحياة هنا ويحبها ويحب ناسها، وبالتالي هينسى أهل القرية بتاعته ومش هيبقى عاوز يرجع لهم تاني. بعدها اداله ألعاب كتيرة وخلاه يندمج معاها، وهارو بالتدريج نسى كل أهل القرية بتاعته وأصبح وحش بيحب ألعاب الفيديو مش أكتر. وعلشان كده الرئيس ده بيستغله وبيخليه يدخل مباريات كينجا مقابل إنه يفضل عايش هنا وما يرجعش للقرية بتاعته تاني. بالفعل في الوقت ده كان هارو داخل على الحلبة وشكله اتغير جدا، جسمه الرفيع تخن وبقى مكلتم في بعضه كده وما بيفكرش غير في الألعاب وخلاص يا صديقي. في الجهة التانية بقى كان خصمه هو أكويا، واحد من أقوى الخصوم في مباريات كينجان، ومعاه بنت بتساعده، وشكل القتال بتاعهم ده مش هيتعوض يا صديقي. المهم الحكم بيرسمهم والاتنين بيستعدوا للقتال. بيعلن بداية القتال فعلا، وهارو بيهجم بسرعة جدا على أكويا. الواد بالرغم من وزنه اللي معدي 300 كيلو كان سريع جدا، بيهجم عليه بكل شراسة. الكل كان مستغرب من السرعة ديت. أكويا هو كمان كان رايح يضربه، وهوبا هارو اتشقلب في الجو وبعد عنه. ده عملها ازاي ده؟ بعدها هارو بياخد وضعية هجومية وبوم بينطلق ناحية أكويا وبيطيره في الجدار. الواد ده ما بيهزرش. بعدها هارو بيطير عليه تاني علشان يقتله، بس أكويا كان جاب آخره وقال له تعالى يلا. فعل وضعية الهجوم بتاعته واللي بتشبه رجال الشرطة، بيصد بإيده اليمين هجوم هارو عليه وبيبعده بالإيد التانية. هارو بيتعصب من أكويا، اشتغل ضرب في إيده علشان يكسرها له، بس ده دراعاته من حديد وما بيحصلهاش أي حاجة. هارو لسه هيهجم عليه تاني وبوم أكويا بيعوره، هجوم تاني وبرضه بيتعور تاني. أكويا عمال يستفز فيه مش أكتر. في الوقت ده هارو جاب آخره، زهق من أكويا، خلاص ناوي يقتله، بس البنت دي كانت حللت كل هجماته وخلاص القتال هيتقلب يا صديقي. الواد بيهجم من هنا وبوم أكل على دماغه. الهجمة الثلاثية من أكويا كسرته. هارو بعدها بيتعصب، بيستغرب من اللي حصل وبيهجم عليه تاني، بس من غير أي فايدة. هجومك اتحلل خلاص. أكويا بيضربه والوضع خلاص مش في صالحه. هارو بعدها بيتعصب وبيمسكه من هدومه علشان ما يفلتش، بس أكويا خلعها بسرعة، اداله واحدة في رجله دغدغها. وبيتضح بعدها إن أكويا ده كان شرطي قوي جدا، عنده سرعة استجابة مش عادية، وعلشان كده بيعرف يسمع كلام البنت اللي معاه ويضرب هارو في نفس الوقت اللي هي بتقوله عليه، وكأنه آلة قتل البنت دي بتتحكم فيه. رئيس شركة هارو في الوقت ده كان خلاص فكر انه هيتهزم، وعلشان كده بيهدده انه لو ما فازش فهيرجعه للجبال تاني ومش هيخليه يلعب العاب الفيديو تاني. الواد لما بيسمع الكلام ده بيتعصب جامد، بيهجم على اكويا بكل شراسة، بس المفاجأة اكويا استخدم ايده كرمح ودخلها في دراعه. هارو حاول يهجم عليه تاني بس بوم اكل على دماغه. القتال خلاص مش في صالحك يا حبيبي. ياماشتا هو كمان كان بيتفرج، كان مستغرب جدا من الحركات ديت، دي مش حركات طبيعية، ده
ده كأن في حد بيوجهه. بالفعل البنت دي كان معاها كل معلومات هارو، وخلاص ناويين يخلصوا المعركة. هارو بيزعق بيهجم على اكويا بكل شراسة، وهوبا اكل على دماغه بالرجل بعدها في وشه، وبوم طريق السلام انت. اكويا خلاص سايب الحلبة وماشي مفكر نفسه فاز. الحكم لسه هيقول الفايز، وبوم هارو فقله جسمه اتغير وهالته المرعبة ظهرت. الكل مش مصدق، اهل القرية بتاعته كانوا بيتفرجوا عليه في الوقت ده وعرفوا ان قوته الحقيقية رجعت. بيتخذ وضعية القتال المعتادة وبيستعد اخيرا للقتال. البنت اللي كانت مع اكويا كانت بتطمنه وبتقول له ما تقلقش هو خلاص اتحلل. بس بوم هارو بينقض بسرعة فتاك على اكويا بيضربه. سرعته زادت جدا والتحليلات القديمة ما عادش ليها لازمة، واكويا مش قادر عليه. البنت اللي معاه كانت بدأت تحلله تاني، واكويا عمال ينضرب وبيقول لها خلصي بسرعة. البنت لسه هتخلص وبوم هارو بيتغير تاني، جسمه بدأ يرفع وسرعته زادت كمان مرة، واكويا مش قادر عليه. بيقع بعدها على الارض والواد بيشتغل ضرب فيه بالبوكس ومش رحمه. البنت كانت لسه محتاجة 12 ثانية وتخلص تحليلها، بس اكويا كان خلاص جاب اخره. قال لها مش لازم تحللي فتراته، الواد ده انا هقتله. بيغير شكل ايده بيجهز الوضعية الاقوى ليه، لسه هيقتله. وهوبا هارو بيقع على الارض رجله بتوجعه ما بيقدرش يستحمل وبيقعد يصوت، وده طبعا بسبب الضرر الكبير اللي اخده فيها. اكويا بعدها بيقوم له وبيديله رجل بتجيب اجله، وبيقول له بعدها انت نجيت من الموت باعجوبه. وبعدين الحكم بيعلن فوزه في القتال وبينتقل للجوله اللي بعد كده. بيطلع بعدها من الحلبه وبيقابل البنت اللي معاه بره، بتعتذر منه علشان اتاخرت وهي بتحلل الخصم اللي ضده، بس اكويا ما بيسامحهاش وبيضربها بالقلم على وشها. بيقول لها دي اخر مره تعمليها، المره الجايه لو اتاخرت انا هقتل اللي قدامي. فالبنت بتقول له تمام وبتفرح علشان كلمها، وكانت في قمه السعاده. ويلا بينا بقى على الماتش اللي بعده يا صديقي. تاني يوم بقى كان في 2 من عائله كيور كده قاعدين مترصدين لكنزو بن ياماشتا علشان يقتلوه، وده لانه مفكر نفسه بيستغلهم وبيحاول يفوز في البطوله من غير ما يعرفهم ان هو اللي مشغلهم. المهم ما بيطلعش من الشباك وعلشان كده ما بيموتش النهارده. بعدها المعلقه بتنزل على المدرج وبتستعد علشان تندى على المقاتلين، وكان المقاتل الاول هو ريان، واللي في الوقت ده ما كانش موجود مع مديره، لا ده كان في الحمام بيستفز في لهته وعمال بيضايقه. لهته بيتعصب عليه جامد وبيقول له ابعد يالا من هنا والا هكسرك. ريان بعدها ما بيسكتلوش وبيقول له انت لازم ترجع على بيتك، مفيش مكان لواحد عادي زيك في البطوله هنا، يلا امشي من هنا بسرعه. لهته وقتها بيتعصب جامد وبيقول له بعدها انا هعلمك الادب. ريان بعدها بيضحك كده وهو بيقول له تمام. بيفعل هيئته الشيطانيه وشكلها هتقلب يا صديقي. في الوقت ده بقى كان مديره واقف ومرعوب جدا وخايف لريان يكون حصل له حاجه، ولكن بوم بيتفاجئ بيه قدامه. بيدخل على الحلبه فعلا بعد الترحيب بيه. الكل بيتفاجئ، ده جسمه كل دم وشكله مرعب جدا، وبيتضح بعدها ان ده مش دمه، لا ده دم لهته، وده بعد ما اكله على دماغه. بيرحب بعدها بالمقاتل اللي ضده واللي اسمه روبنسون بالمناسبه. وانا عاوزك يا صديقي تركز في القتال بتاعهم ده علشان اللي هيفوز فيهم هو اللي هيواجه توكتا في المرحله الجايه، ده لو كسب يعني. المهم بيبدا القتال ما بينهم فعلا. روبنسون كان جايب اخته الصغيره تتفرج عليه وتشجعه، والظاهر انها امله الوحيد في الحياه. وفي الوقت ده كان كبير عائله كيور عمال يتفشخر بقوه ريان قدام كتهارا وبيقول له اتفرج على اللي هيعمله، الواد ده مش طبيعي. بالفعل بدات المعركه ما بينهم. ريان بيهجم بسرعه على روبنسون وما بيدلوش فرصه، بس الواد بيصد هجماته. بيستمر الاثنين في الاندفاع على بعض بكل شراسه، ولكن الالتحامات ما بينهم متكافئه وشكلهم اقوياء جدا. ريان في الوقت ده كان رايح يضرب روبنسون، فالواد فادى الهجمه بتاعته ببراعه، ولكن ريان بيلف جسمه وبيديله رجل كده وبعدها بيرجع لورا، بيعور ايده كده بيخرج منها دم وبيحدفه على وش روبنسون. بيهجم عليه تاني بسرعه علشان يقتله، وروبنسون في الوقت ده كان لسه بيمسح عينه، وبوم لقى ريان قدامه بيجمع طاقته في ايده بيضربه بالبوكس على اخره. بس المفاجاه روبنسون صد ايده اصلا والهجوم ما وصلوش. بيضغط بعدها على ايده اكتر، الواد بيتألم. كتهارا كان لسه راح يفرح باللي قدامه، وبوم لا ريان بيفوق له بيضغط على ايده هو كمان. الاتنين في حاله تعادل. بيبص روبنسون بعدها كده وبيقول له استمتعت بحلمك الصغير ده، لازم تفوق بقى. بيمسك ايده التانية بيكون لسه هيديله بالراس ويكسره، وهوبا بوكس طياره. روبنسون ما بيهزرش، وبعدها بيقول له تعالى يلا. بيستخدم اسلوبه القتالي، بيتحرك بسرعه جدا. نزل ضرب عليه بوابل من الهجمات وريان عمال ينضرب مش اكتر. ريان بيجمع طاقته بعدها بيهجم عليه بكل شراسه، ولكن روبنسون ما بيهزرش. بيستخدم هجومه ضده، بياخده بعدها واحده على الارض بيزرعه مكانه. الكل بعدها اتصدم، ده ايه العظمه ديت. وفي الوقت ده روبنسون بيسيب ريان وبيكون خارج على اخته، واللي طبعا كانت فرحانه جدا بانتصاره ومستنياه بفارغ الصبر بره. ولكن انت متخيل ان ريان هيخسر بالسهوله ديت يا صديقي؟
عليه. لا والله. في الوقت ده ريان بيفعل هيئته الشيطانيه، بيتعصب على اخره، بيقول لروبنسون انا ما عادش فارق معايا القتال ولا الناس ديت، انا هقتلك دلوقتي. ليهتو كان بيتفرج عليه في الوقت ده وقال خلاص كده روبنسون هيموت، هو هجم عليا بالشكل ده وما قدرتش اعمل معاه اي حاجه. كبير عائله كيور بقى في الوقت ده كان متعصب جدا، وده علشان ريان استخدم الاسلوب السري بتاع عيلتهم في العلن والناس كلها هتعرف بيه. في نفس الوقت ده بقى كان ريان شكله بقى مرعب جدا، عمال يستهزأ بروبنسون وبيقول له جهز يالا. اخته لما شافته كانت خايفه جدا عليه، قلبها ما كانش مطمنها. بالفعل ريان هجم على روبنسون بسرعه جدا وعطاله بوكس طياره، الواد لسه ما فاقش وبوم بوكس تاني ريحه. سرعه ريان بقت كبيره جدا، روبنسون عمال بيتعجن. بس في الوقت ده كبير عائله كيور بيفسر اللي بيحصل، بيقول في العالم ده جسم الانسان عنده القدره يطلع 30% بس من قوته، ولكن في عيلتنا كسرنا القاعده ديت وبقى الافراد فيها تعرف تطلع نسب اكتر من الطاقه بتاعت جسمهم، وبيوصلوا حتى ل 70 و80%. بس في واحد بس كان بيقدر يطلع 100% من طاقته، ايوه هو ريان يا صديقي، واللي في الوقت ده كان ماسك روبنسون من رقبته وعمال بيخنقه، بيشيله من هنا يرزعه من هنا ومفكره لعبه في ايده يا صديقي. اخت روبنسون في الوقت ده كانت زعلانه جدا، مش قادره تعمل اي حاجه، بتزعق على اخرها، بتترجى ريان يوقف ضرب في اخوها قدامها، بس الواد ما بيسمعش لكلامها، بيكسر فيه اكتر، بيضربه اكتر. وفي الوقت ده كان روبنسون بيفتكر اخته وبيفتكر قد ايه هي غيرت حياته ووجهته للطريق الصح وعلمته قيمه العيله. اخته هي كمان كانت عارفه ليه روبنسون بيقاتل اصلا، كانت عارفه ان اخوها نفسه يكون قوي علشان يحميها، بتزعق على اخرها، بتقول لاخوها وهتخسر. روبنسون بيسمعها، بيتشجع تاني، طاقته بترجع له، بيحاول يقف قدام ريان ويهجم عليه من تاني، بس ريان وحش بحق وحقيقي، بيمسكه من رقبته للمره الاخيره وهوب كسرها. الكل اتصدم، روبنسون مات قدامهم، اخته وقعت من الصدمه وما قدرتش تتكلم. ريان في الوقت ده كان متحمس جدا، بيزعق للجمهور كله، بيستهزأ بيهم، بيقول لهم بعدها اللي هيجي ضدي مش هرحمه، انا مش فارق معايا المباريات ولا اي حاجه، كلكم هتموتوا. وتوكتا طبعا بيشوف الوضع ده وبيكون مستغرب جدا. المهم بعدها الحكم بيحكم بفوزه وبيخرج طبعا من الحلبه وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بقى بيكون موعد قتال توكتا مع ريو، واللي كان في الوقت ده بيجهز نفسه وبيمدد جسمه علشان المعركه. ياماشتا بيروح له وبيقول له انا عارف اني مديون بفلوس كتيره علشان كينجان، بس لو حسيت انك حياتك في خطر ما تترددش انك تنسحب من المعركه، انت اهم من الفلوس يا توكتا. الواد بيعجبه الكلام ده وبيقول له اتفرج يا عم انا مش هخسر، وبعدها بيسيبه ويمشي. في الوقت ده بقى كانت الشركه اللي ضده بتجهز، وده هو المقاتل بتاعهم يا صديقي، مش عارف هو عامل ليه كده، بس في شبه من العنكبوت والله، ما علينا يعني. رئيسه بقى اوريا في الوقت ده بيشجعه وبيقول له انا عاوزك تكسر اللي قدامك، ما ترحمش اي حد. ريو بيقول له تمام وبيضحك له ضحكه كده، يا ريتني ما شفتها يا صديقي. المهم في الوقت ده وياماشتا ماشي، اوريا بيقابله بيقول له ايه رايك قبل ما المعركه تبدا نعمل رهان ما بيننا على اللي هيفوز يعني ما بين المقاتلين بتوعنا. ياماشتا مش فاهم حاجه وبيقول له الرهان هيكون على ايه. اوريا بيقول له لو توكتا فاز في القتال هديلك 10 تلفزيونات من الشركه بتاعتي، اتفقنا ولا ايه؟ ياماشتا بيقول له تلفزيونات؟ طيب حلو والله، انا اصلا الشاشه بتاعتي كانت مكسوره من كام يوم وكنت عاوز واحده تانية. اوريا في الوقت ده اتصدم منه، عرف ان الشخص ده قوي جدا وشكل في واحد واقف في ظهره، وهو طبعا ما يعرفش ان هو على الله صديقي. المهم بعدها اوريا بيسال ياماشتا عن الرهان بتاعه، وياماشتا بيقول له انا هديلك ثمن ال10 تلفزيونات يا عم لو فزت عليا. والرئيس طبعا بيتصدم وبيقول له بعدها اتفقنا وبيسيبه ويمشي. السكرتيره بقى في الوقت ده بتقول له انت بتوافق على الرهان ليه؟ هو انت عبيط مش فارق معاك حياتك ولا ايه؟ ياماشتا بيقول لها حياتي ده كلها كام تلفزيون؟ ده ما يجيش 1% من الرهان اللي عليا. البنت بعدها قالت له يا عم انت مش فاهم حاجه، التلفزيون ده معناه 1% من اسهم الشركه بتاعته، يعني انت دلوقتي لو خسرت هتدفع ثمن 10 اسهم واللي تعتبر دلوقتي بقيمه 280 مليار دولار. ياماشتا لما بيسمع الكلام ده بيترعش جدا، الالوان عنده بقى ابيض واسود وخلاص هيعملها على نفسه، ويا ريتها كانت بركت عليك والله. المهم في الوقت ده توكتا واللي معاه بيدخلوا على الحلبه، الاتنين بيستعدوا للقتال، الحكم بيرصهم وهوب اتقتلوا. يلا بدأ القتال فعلا، الاتنين هجموا على بعض بكل شراسه، ولكن توكتا كان متفوق، عمال يضرب في ريو ومش مديله فرصه. الكل في الوقت ده كان مصدوم، ياماشتا كان بيتفرج عليه وفرحان جدا مش مصدق عينه. ريو كمان كان بينضرب ومش عارف يعمل اي حاجه قدامه. بيقرر بعدها استخدام مهارته السريه وبيلف حوالين توكتا بسرعه جدا. توكتا كان بيحاول يبص عليه ولكن عينه مش ملحقاه، بيحاول يهجم عليه ولكن ريو بيفادي كل هجماته ببراعه وبيجرحه في وشه. بيسيبه بعدها
بعدها وبيكمل في تقنيته تاني. الرئيس بتاعه كان فرحان جدا مستنيه يكسب باي طريقه. بس انت بقى متخيل انه هيكسب توكتا يا صديقي؟ قولها معايا. لا والله في الوقت ده كان توكتا واقف وما بيتحركش كده، وبوم بيديله بوكس بيطيره. ريو اتصدم، وحرفيا الكل كمان اتصدم. هو عارف يضربه ازاي. واتاري بقى ان توكتا كان عمال بيحسب الفاصل ما بين كل نقله من ريو، ومستني الفرصه المناسبه علشان يهجم عليه. الحماس بيرجع له تاني. بيبص لريو كده وبيستخدم اسلوبه ضده. بيقول له حلو القتال بتاعك ده، بس هات هجوم تاني علشان القديم مش هينفع. ده ايه العظمه ديت يا ابني؟ بيديله بعدها بالبوكس وبيهجم عليه تاني. بيحاول يخلص المعركه بسرعه. ياماشتا كان بيتفرج عليه وفرحان جدا من اللي شايفه، مش مصدق عينه. بس فجاه ريو بيثبت رجل توكتا، بيلفها بشعره ما بيخليهاش تتحرك. بيبص له بضحكه مستفزه كده وبيقول له اجهز علشان هتتجلد. توكتا بيحاول يفك نفسه ولكن ما بيعرفش. ريو بعدها مسكه من شعره ورماه على الارض بعيد. استخدم بعدها جزء تاني من شعره وجلده فعلا. هو ما كانش بيهزر ولا ايه؟ وتوكتا في الوقت ده ما فهمش ازاي شعره بالصلابه ديت، وحس ان اللي ماسك رجله سلسله حديديه مش مجرد شعر عادي يا صديقي. وده طبعا بيرجع الى سر عائله ريو واهتمامهم بالشعر على مر العصور من اجل استخدامه في القتل والاعتماد عليه كسلاح دائم. توكتا في الوقت ده كان فاق وحاول يستخدم سرعته. بيتجه ناحيه ريو علشان يخلص عليه، بس الواد بيشده من رجله وبيوقعه على الارض. بيمسح بيه ارضيه الحلبه، حرفيا عمال يذله. بينزل فيه جلد بشعره وتوكتا مش عارف يعمل اي حاجه، عمال بينضرب من كل حته. في الوقت ده بقى كان اوريا بيبص كده على ياماشتا علشان يشمت فيه، ولكن بوم بيتصدم. هو بيضحك ولا ايه؟ للدرجه دي هو واثق في المقاتل بتاعه؟ لا والله ده كان مبلم من الصدمه اللي هتجيله لو توكتا خسر يا صديقي. واوريا طبعا عبيط ومفكره جامد ولا حاجه يا صديقي. المهم في الوقت ده كان ريو مسك بشعره رقبه توكتا ومنع عنه الهوا، غطى عينه كمان. اوريا كان بيتفرج عليه، خلاص حس بالانتصار، فرحان ومستني توكتا يقع في اي لحظه. بس في الوقت ده كان توكتا اتحمس جامد. شعوره بمقاتله خصم قوي والمحنه اللي هو فيها حمسته. قال لي ريو انا هفرحك زي ما فرحتني. بوم مره واحده الشعر كله اتفتت. ايوه توكتا بشكله الجديد ظهر، قوته زادت جدا وشكله هيكسر الدنيا. بيقول لي ريو بعدها تعالى لي بقى. بيهجم عليه بسرعه جدا. ريو بيحاول يرد عليه بس عندها يالا. توكتا سرعته خارقه، بيضربه بسرعه جدا وريو مش ملاحق يشوف الهجمات اساسا. اخد ضربات في كل اعضائه الحيويه ووعيه بدا يتلاشى. خلاص شكلها دي نهايته. توكتا ما كفاهوش برضه، استمر في ضربه. نزل بعدها عليه بوابل من الهجمات وخلاه مش قادر يعمل اي حاجه. ريو قال ايه؟ بيتعصب وبيرفع رجله علشان يضربه، بس عند امك يالا. توكتا اداله بالبوكس وبعدها بالرجل وبعدها داس على دماغه. ايوه توكتا الكسبان يا صديقي. اوريا حرفيا اتصدم. ياماشتا مش مصدق عينه. ده ايه الحلاوه ديت يا جدعان؟ بعدها الحكم بيعلن فوز توكتا في المباراه والكل بقى في قمه السعاده. وبكده مباراه توكتا الجايه هتكون ضد ريان من عائله كيور، وحرفيا هتكون دمار يا صديقي. المهم بقى بعد المباراه ياماشتا كان فرحان جدا، كان ماشي مع توكتا كده ومش مصدق نفسه. بيشوفه اوريا وهو ماشي كده وبينده عليه، وكان جايب الاوراق الرسميه علشان يعطيله ال10 اسهم من الشركه بتاعته، وده طبعا علشان هو اللي كسب الرهان. ياماشتا بعد ما شاف الاوراق ديت اتصدم جدا، فتح بقه من الفرحه وتحس انه بقى شيطان. وهو يا بركه دعاك ياما لسه راح ياخد الورق وهوبا توكتا قال له احنا مش عاوزينها. ياماشتا اتصدم. انت بتقول ايه يا عم؟ توكتا بعدها بيتقدم كده على اوريا وبيقول له انا وريو ما كناش بنتقاتل علشان الكلام الرخيص ده، احنا كنا عاوزين نعرف مين فينا الاقوى مش اكتر. ياماشتا اصلا مش هياخد منك اي حاجه. وياماشتا كان واقف وراه وعمال بيلطم وبيقول له انت بتقول ايه يا عم؟ ده انا عاوز اسد ديوني. اوريا هو كمان كان مصر انه يعطي له الرهان، بس توكتا ما وافقش. ولما ياماشتا لقى نفسه مش هيعرف ياخد حقه ولا باطل قال له يا عم احنا ما تراهناش على حاجه، وبيسيبه بعدها وبيمشي وفي عينه كميه حزن تكفي عوالم واكوان. وحرفيا المشهد ده ضحكني جدا يا صديقي. بس بعدها توكتا بقى بيشكره علشان سمع كلامه وما اخدش الرهان اللي كسبه، وبيقول له ما تقلقش هعوضك. ياماشتا طبعا بعد ما بيسمع الكلام ده منه ما بيصدقش، قال له يا عم ولا يهمك فداك اي حاجه. وكان الاتنين في قمه السعاده. المهم بقى صديقي لحد هنا بيخلص الجزء ده. بعد ما توكتا كسب الماتش الاول بتاعه كان ياماشتا اخده وراحوا علشان يحتفلوا بالانتصار ده. ياماشتا كان فرحان جدا وبيقول له توكتا عاش عليك يا بطل، انت عملت اللي عليك في الماتش اللي فات وزياده، وباذن الله اللي جاي كله هيكون دمار. توكتا بيقول له تمام وبيسيبه وبيدخل على الحمام بسرعه. الواد بيرجع دم من بقه والظاهر ان التقنيه بتاعته ديت بتاثر على صحته. المهم في نفس الوقت ده بقى كان الدكتور ده بيعالج روبنسون وبيقدر يرجعه للحياه تاني. اخت روبنسون كانت فرحانه جدا وقعدت تعيط من الفرحه بعد ما عرفت ان هو عايش طبعا. المهم الدكتور وهو خارج بيشوف توكتا وبيحس ان المقاتل ده محتاج يتعالج فعلا. وفي الوقت ده كانت القتالات شغاله بره وكاتسوكي فاز على المقاتل اللي ضده، عطاله
بسبب بوكس واحد بس جاب اجله يا صديقي. الماتش اللي بعده بقى بيبدا وبيكون القتال المره دي مع شركتين من اكبر الشركات في البطوله. المقاتل الاول بيدخل وهو سوادا، كان لاعب باليه في الاول ولكن دلوقتي هو مقاتل شرس جدا. المعلقه بتنده على اللي بعده وبيدخل هو كمان على الحلبه. ايوه هو الوحش العنيف ده، الدبابه الالمانيه، البطل اللي عضلاته اقوى عضلات في العالم، صبحي. هتقول لي الماني واسمه صبحي يا بستا؟ هقول لك ايوه يا صديق، انت مش مصدقني ولا ايه؟ المهم الاثنين بيحيوا بعض وبيستعدوا اخيرا للمنافسه. لسه هيبداوا هوب الحكم بيعلن فوز صبحي في القتال، وده لان رئيسة شركه سوادا ما كانتش موجوده وبكده شركتها خسرت. المهم سوادا بيتصدم وما بيكونش عارف يعمل ايه، ولكن في الوقت ده كانت رئيسة الشركه هنا. اتنين بيهددوها علشان ما تدخلش على الحلبه. ايوه هيامي كان باعت لها الاتنين دول علشان صبحي يفوز من غير ما يجهد نفسه. المقاتلين كانوا سايبينها وخلاص هيمشوا، وبوم مره واحده الاسد حضر على المكان. سوادا بيكسر عظم المقاتل ده وبيقول لهم مش عيب عليكم الكلام ده، 3 ملمومين على واحده وبيستقوا عليها، انا هكسركم انتم الاتنين دلوقتي. الواد ده بيقول له مش تقصدوا احنا ال3 ولا ايه؟ سوادا بيبص وراه كده وبيتصدم، انا متاكد ان عطيت له رجل في وشه، المفروض ما يقومش دلوقتي، ولكن الواد بيهجم عليه وبيكون قرب منه وخلاص هيضربه. بس عند امك يالا، هي واحده بس جابته على الارض ودعك وشه. اللي بعده يا هناه يا سعده. صبحي بعد ما شاف قوته قال له تمام كده، انا جاي لك، انا لوحدي عليك كفايه، محدش فيكم يتحرك ولا يفكر يساعدني. بيهجم عليه فعلا بكل شراسه. سوادا بيلف جسمه بسرعه جدا، بيقول له تعالى يالا، بيديله واحده في فقراته العنقيه، بيكون مفكره مات، بس ده صبحي يالا. بيمسك رجله هوب كسرها. سوادا قعد يصوت وصبحي ما رحموش برضه، حدفه يمين في شمال وهوب رماه في الجدار. كان بيقرب منه وخلاص هيقتله، ولكن بيلاقي ازازه كنز مرميه في وشه. بيبص على اللي رماها كده علشان يقتله هو كمان، وبيطلع يا مشتى في الاخر، واللي ما كانش واخد باله اصلا ورمى الازازه بالغلط. صبحي بيقرب منه كده وناوي يضربه. الواد ده بياخد باله منه، بيحاول يديله ابره منومه علشان يبعده، ولكن يا مشتى بيوطي جسمه علشان يعتذر والابره ما بتجيش فيه. المقاتل ده قلق منه جدا وحس ان يا مشتى ده كان عارف مكان الابره، وفي الاخر بيقرر ينسحب من هنا. هيامي بقى بيقول له صبحي هو كمان ينسحب، والعيال بعدها بيمشوا. يا مشتى بيشوف سوادا في الحاله ديت وبيترعب عليه جدا وبياخده ويوديه له الدكتور. بعدها بقى القتال التاني بيبدا، ومساكي بيجري على الحلبه. ايوه هو اللي اكل على دماغه من شويه، وهيلاعب الوحش الافريقي ده واسمه موتيبا بالمناسبه. المهم الحكم بيرصهم فعلا وبيقول لهم ابداوا. بدا القتال فعلا، ومساكي بسرعه راح على موتيبا واخد واحده على الطاير. بعدها ركب فوقه، كان عمال يستفز فيه بالكلام وبيقول له هكسر عظمك. موتيبا بيتعصب منه، بيديله بالبوكس في وشه، ولكن التاني ما حسش بالالم، ضغط عليه اكتر. بيمسك بعدها موتيبا من رقبته، بيحاول يخنقه. موتيبا عمال يصارع والرغوه طلعت من بقه، شكله هيخسر في القتال ده، ولكن هو فجاه بيجمع قوته في ايده، بيخبط مساكي واحده في عينه بيكسرها. مساكي بيرد له الضربه في عينه، والاتنين اتعاموا يا صديقي. موتيبا بعدها بيتعصب اكتر، بيضرب الواد ده وبيبعده. بيلاحظ انه ما بيتاثرش بالضربات، وده معناه انه ما بيحسش بالالم. مساكي بيهجم بعدها بكل شراسه، بيمسك موتيبا وبيكون خلاص هيضربه، بس الاعمى بيفاجئه، بيديله واحده بالرجل وبيكسر دراعه. بعدها وابل من البوكسات على دماغه ودغدغه. هو بيشوف ولا ايه؟ والله. فموتيبا اصلا كان اعمى من البدايه، ولكن بسبب حاسه سمعه القويه جدا كان بيعرف يحدد اصوات كل الناس واشكالهم وكل حاجه. والمديره بتاعته في الوقت ده كانت متعصبه جدا علشان المقاتلين كده عرفوا سره من اول جوله، ومش هيعرف يستخدم الخدعه ديت في القتالات الجايه. المهم بتستمر المعركه ما بينهم وبتنتهي بفوز موتيبا في القتال، وبكده ينتقل للمرحله الجايه وهيكسر الدنيا. توكتا كان واقف وشاف كل اللي حصل في المعركه وعرف انه شكله هيواجه وحوش يا صديقي. المهم يلا على القتال اللي بعده علشان تتكيف منه. المعلقه بتنزل على الحلبه فعلا وبتبدا تنده على المقاتلين. المقاتل الاول هو تاكيرو، واللي بيتميز باسلوبه في مصارعه السومو، باين عليه قوي جدا. في نفس الوقت ده بقى كان هارو خارج وطالع من البطوله كده ومروح، بيخبط في جون وهو ماشي كده وبيقع. جون بيقومه وبيقول له انت رايح فين كده؟ فهارو قال له انا مروح. جون قال له قبل ما تروح اتفرج على الماتش اللي جاي هيكيفك. هارو بيتصدم منه كده ولكن بيقرر يتفرج فعلا. المعلقه في الوقت ده بقى كانت ندهت على المقاتل الثاني. ايوه هو ملك المصارعه الحره، اسطوره الاساطير جون. بيدخل على الحلبه فعلا وعامل شعره زي شعر مصارعين السومو، وعمال ينرفز في تاكيرو وبيغيظه. الواد هو كمان كان اتعصب جدا منه وما استناش الحكم يقول لهم ابداوا، راح عليه وهو مضير وشه وهوب رزعه في الارض. شال التوكه منه كده وقال له سلام يالا، وسابه ومفكر منه انه ضربته ديت اثرت، ولكن هوب جون من وراه قال له على فين يا حبيبي. رزعه واحده في الارض وهو كمان دغدغ له دماغه. المعركه بدات ما بينهم فعلا. جون كان مفكر نفسه هو كمان فاز وراح علشان يحيي الجمهور كده، ولكن تاكيرو قام وعطاله واحده في وشه على الطاير. قال له بص يالا، السومو اقوى من المصارعه بتاعتك وانا هثبت لك ده هنا ودلوقتي. جون هو
كمان اتحمس وقال له تعالى. بالفعل تاكيرو طار عليه ونزل ضرب فيه من شمال مش رحمه. جون كان عمال ينضرب ويتلقى كل هجماته وكانه مش فارق معاه. الواد بيزقه في الجدار بيثبته. جون بيحاول يشيله ولكن ما قدرش عليه. الواد متمكن منه فك ايده بعدها ونزل عليه ضربه وما عادش في رحمه. جون من كتر الهجمات كان هيغمى عليه. الكل خلاص قالوا انه اتهزم ولكن المفاجاه جون بيطير فوق وبوم بينزل على تاكيرو وبيريحه. بيقول له بعدها تصدق ان مصارعين السومو ينفعوا السراير؟ ده انت طري قوي. تاكيرو بيتعصب منه بيزقه بعيد عنه وبيقول له تعالى. جون قال له تمام. نزل ضرب عليه بوابل من الهجمات والتاني بيدافع مش اكتر. الجمهور بعد ما شاف القتال ده كان متحمس جدا. ده ايه العظمه ديت؟ الاتنين بعدها اشتغلوا ضرب في بعض ومحدش مدي فرصه للتاني يريح. الضرب من كل حته وحرفيا الكل مصدوم. في الوقت ده بقى كان ايمي مركز جدا في القتال. المدير بتاعه بيقول له انت شايف اللي بيحصل في المعركه دي؟ انت لازم تستوعبه كله علشان تعرف اللي ناقصك في القتال بتاعك. بالفعل في الوقت ده جون بطل ضرب في تاكيرو وبقى بيستقبل هجماته وبس. التاني بيضرب مهما يضرب وجون واقف وبيضحك وبيقول له هات اخرك. هاروب بعد ما شاف كميه الفخر عند جون كان متاثر جدا. وتاكيرو هو كمان كانت ايده وجعته من كتر الضرب. وقف ضرب فعلا. جون لسه عمال يستفزه. اخد كل هجماته ولسه واقف وبيقول له انت ايدك وجعتك ولا ايه يا ابن الجحده؟ بالراحه عليه. تاكيرو وقتها اتعصب جامد بيروح عليه وبيمسكه بيقول له انت ما بتقتلش ليه؟ انت بتستهزأ بيا ولا ايه؟ جون قال له ما تفهمنيش غلط بعد اذنك، ده اسلوبي في المصارعه. وبعدها بيديله واحده في الثانيه بيبعده. تاكيرو بيوطي على جسمه وبيحاول يشيله وهوب ما بيعرفش. جون قال له ما تهدى بقى يلا ده دور انا. ولسه هيشيله فاخد رجلي في دماغه. الكل اتصدم. سومو اللي بيضرب بالرجل يا عم تاكيرو. في الوقت ده تاكيرو كان متعصب جدا جايب اخره. جون لسه هيقوم وبوم اكل رجل تانية رقدته. كل لما يقوم ياخد واحده ترجعه على الارض. وبعدها تاكيرو شاله وقال له ركز معايا. نزل ضرب بالبوكس في وشه وحرفيا مش رحمه. كل الجمهور ما كانش عاجبه الوضع ده. ازاي مصارع سومو يضرب برجله اصلا؟ بس اللي الكل ما يعرفوش ومدير شركه ايمي يعرفه ان تاكيرو مش لاعب سومو عادي، ده لاعب مخضرم متعلم كل اساسيات اللعبه من بدايتها. واساسا كان القتال بالرجل مسموح في السومو القديم ولكن اتعدلت علشان تناسب الناس في الوقت ده وما عادش حد بيستخدم رجله. بس تاكيرو غير الكل يابا، سواء بالايد او بالرجل مش هيسيب حد يستهزأ بيه. بينزل ضرب في جون بعدها بوابل من الهجمات ومش رحمه. بيضربه في اماكن حيويه في جسمه. رجله جون كانت قربت تتكسر. الواد برضه ما بيدافعش بيتعرض لكل الضرب ومبتسم وشكله فرحان جدا. في الوقت ده كان تاكيرو جسمه بدأ يطلع بخار بسبب العرق وكميه الحراره في جسمه، وده لانه طول قوي في القتال مع جون وجسمه ما عادش مستحمل. اما جون فكان جسمه كله دم وخبطات ومتمزج جدا. بيهجم على تاكيرو بسرعه وبيكتفه تحت دراعه. بيقول له ها هتعمل ايه؟ تاكيرو بيساله انت ما بتحميش نفسك ليه؟ انت ليه سايب نفسك عرضه للهجوم كده؟ جون وقتها بيفتكر ذكرياته ايام زمان. بيفتكر لما المعلم بتاعه كان في احدى حلبات المصارعه والخصم عمال يضربه وهو سايب نفسه عرضه للهجوم وكان متمزج جدا. بيفضل ينضرب من خصمه لحد لما في الاخر بيخسر. جون بعدها بيروح على المعلم بتاعه وبيقول له انت سبته يضربك ليه؟ انت كنت اقوى منه وتقدر تفوز عليه. وقتها المعلم بتاعه قال له كلمه ثبتت في قلبه لحد اليوم ده. قال له يا ابني مصارعه المحترفين مش محتاجه حمايه، انا كل اللي عملته ان احتويت هجماته مش اكتر. انت لازم تؤمن بالمصارعه بتاعتك. وقتها الكلام بيأثر على جون جدا وبيوجهه في الحياه بتاعته. المهم في الوقت ده كان تاكيرو فك نفسه من جون وقال له ها هتعمل ايه؟ جون قال له انت عارف انت ضعيف ليه؟ علشان انت مش بتحب السومو بتاعتك. انت لو واثق في اسلوبك في القتال والرياضه بتاعتك مش هتضطر تعاني كده، بس انت اخرك فاضي يالا. ودليل على كده انك ضربت بالرجل من شويه وما سبتش نفسك تنضرب ولا وثقت في الاسلوب القتالي بتاعك، وعلشان كده انا هكسرك دلوقتي. تاكيرو ما بيقدرش يستحمل الكلام بتاعه بيهجم عليه بكل شراسه. بس جون اكله على دماغه. خلاص كده القتال بيجيب اخره. تاكيرو قال له تمام. اخذ الوضعيه الاخيره بتاعته وقال لجون لو قدرت تقف بعدها فانت الكسبان. جون طبعا زي ما انتم عارفين بيرحب بالهجوم بتاعه وبيقول له تعالى. بالفعل الواد بيجمع كل قوته في رجله وبوم صاروخ في بطنه. ده ايه القوه ديت؟ جون حرفيا طار من على الارض واترمى في اخر الحلبه. وتاكيرو كان مفكر نفسه انتصر ولكن للاسف جسمه كان جاب اخر تحمله. وقع على الارض وما عادش قادر يتحرك. اما جون واللي كان لسه مضروب قام بكل شجاعه. لقى تاكيرو قدامه مش قادر يعمل حاجه. بيشيله طبعا علشان يرد له الضربه. وهوبا طريق السلامه انت. عزيمه جون وايمانه بالفن بتاعه كسبوا في المعركه. والجمهور طبعا والكل حرفيا كان فرحان بالنتيجه ديت. ده حتى مدير شركه تاكيرو كان متمزج ومبسوط من الخساره بتاعته، وده لانه كان مغرور ومفكر نفسه محدش هيقدر عليه. المهم جون بيطلع من الحلبه منتصر والدنيا اخر روقان. بس بسبب الخبطه الاخيره كانت ازه وعمال بيجيب دم من بقه متاثر جامد وشكله بطنه وجعاه. هارو بيشوفه في الوقت ده بيروح له بيقول له انا عاوز ابقى زيك. انا وصلت للحضيض بقيت انسان
بائس، خسرت حتى في القتال من شويه. انا بس عاوز اسالك سؤال، انت شايف ان واحد زيي ممكن يبقى فيه امل منه؟ جون قال له ايوه يا ابني، انا مش عاوزك تيأس وانا هاخدك تلميذ ليا. هارو طبعا بيفرح والدنيا اخر روقان. ويلا بينا بقى على القتال اللي بعده علشان انت مستني يا صديقي. بس قبل ما يبدأ القتال كان توكتا قاعد في جنب كده وبيدرب عقله، بينيم نفسه، بعدها بيتخيل المقاتلين اللي لعبوا قدامه، بيظبط حركاتهم وضرباتهم وكل حاجه زي ما شافها، وبيقدر يكسر عظمهم فعلا. ولكن واثناء ما كان توكتا بيدرب عقله بيحصل فيه تشويش، والمعلم بتاعه بيظهر. ايوه ده الاسطوره اللي معلم توكتا القتال، بيستهزأ بتوكتا علشان بيدرب نفسه على الخصمين الضعاف دول، وبيقول له بدل ما انت عمال تتعارك معاهم تعالى واجهنا انا. توكتا بيتعصب وبيطير عليه علشان يضربه. المعلم بيكسر عظمه، بيستهزأ باسلوبه في القتال، كل ما توكتا يحاول يضربه التاني يمسكه ويكسر دماغه. الواد ساعتها بيتعصب، بيفعل الشكل ده علشان يخلص عليه. بس انت تفتكر انه يقدر على المعلم بتاعه يا صديقي؟ لا والله، بيتمسك من رقبته، الراجل حرفيا زله. بيقول له بعدها كتر اعتمادك على اسلوب الاندفاع ده هيقتلك في يوم من الايام، انت لازم تثق في اسلوب نيكا بتاعي ومحدش هيقدر عليك لو اتقنته. توكتا بيتعصب جامد، بيزعق على اخره، بيقول له ما انا وثقت فيك قبل كده، ولكن في الاخر انت اتقتلت علشان كنت ضعيف مش اكتر. وبيصحى بعدها من النوم، بيقابل كايدي وياماشتا بره، وبيستغربوا جدا من تصرفاته، بيسالوه عليها. الواد بيقول لهم مفيش حاجه وبيطمنهم، ولكن مره واحده مناخيره بتجيب دم وشكل جسمه بيجيب اخره. ياماشتا بيقول له مالك، اطلب لك دكتور ولا ايه؟ توكتا قال له لا يا عم، وطمنهم عليه. وبعدها دخل علشان يغسل وشه في الحمام. دخل فعلا وبدا يرجع دم كتير جدا من بقه. بيبص بعدها في المرايه وبيتصدم، ده وشه كله بيخرج دم وشكله مش هيطول يا صديقي. المهم توكتا بيعرف ان ده بسبب الاندفاع واللي استخدمه مرات كتيره الفتره اللي فاتت. بيتعصب بعدها وبيقول وماله، انا هخلي جسمي يستحمل لحد لما اقتل الكلب كيريو. وكان متعصب جدا. وايوه يا صديقي، الكلب كيريو كان في الوقت ده داخل على الحلبه علشان هو اللي عليه الدور في القتال. بيسمع البنت دي وهي بتتكلم عن توكتا وبيبص لها بقرف كده، وبعدها بيسيبها ويمشي وهو ناوي يخلص على الخصم اللي ضده. بس قبل ما ابدا الماتش بتاعه كان في 4 من المقاتلين دخلوا على الحلبه. الواد ده واللي اسمه سو، وكان بيقاتل صياد قوي جدا، بيحتدم القتال ما بينهم والسو بيفوز في القتال. اللي بعده بقى كان الاسطوره ري داخل على الحلبه. ايوه ده واحد من اقوى المقاتلين في البطوله، وضده الولد ده، وما اخدش غير ضربه واحده وبعدها اترمى على الارض خسران. بعدين بقى بيحين موعد القتال الثالث في النص الثاني من البطوله. ايوه هو القتال اللي انا وانت وتوكتا والكل مستنيه يا صديقي، قتال كيريو واللي هيلاعب الامير رين، واللي بيصنف برضه واحد من الاقوياء في البطوله ديت. المهم الاثنين بيدخلوا على الحلبه وبيستعدوا للقتال. الحكم بيقول لهم ابداوا، وفعلا الاثنين اخذوا الوضعيه. رين بيبص لكيريو كده وبيضحك وقال ايه هيكسره. بالفعل هجم عليه بسرعه جدا، عوره في وشه، هجم عليه اكتر. كيريو بعدها بيتعصب منه وهوبا لواله كتفه. رين اتصدم، ده ازاي عملها وانا اسرع منه؟ بيبص على كيريو كده لقاه متعصب جامد، قال له انت ازاي بتتجرأ وتعور في وشي؟ انا مش هرحمك يالا. ومره واحده هجم عليه بسرعه جدا. رين لسه يضربه فبوم اختفى، ظهر وراه من هنا ورين طلع يجري من هنا. كيريو متمزج بيقول له ما تقاتل يا جبان انت، ولا اقول لك لو استسلمت دلوقتي هسيبك ومش هقتلك، ما بحبش اضرب الضعفاء اللي زيك. رين اتعصب جامد، قال له انت بتفكرني بواحد اعرفه كده كان زيك، شكله كان مقرف ومات موته هتموت زيها دلوقتي ما تقلقش. ويقصد ما ساكب الكلام. كيريو بيتعصب من كلامه، ورين هو كمان اخد وضعيه جديده، غمض عينه حس بالمكان حواليه واستنى كيريو يقرب منه. بالفعل كيريو بيستخدم قوته وبيقرب منه علشان يقتله، بس بوم بيفتح ايده بيطلع منها صوت جبار. كيريو بيتشد انتباهه سنه وهوبا رين وشوش له في ودنه، عطاله بعدها بوكس كسر دماغه ورماه بعيد. ايوه يا ابني اديله كده ما ترحموش. الجمهور والكل حرفيا مصدوم ومحدش مصدق عينه. تايسون كان عارف المهاره ديت واللي تعتبر صعبه ومستحيل حد يقدر يعملها بسهوله، بس العبقري رين كان نفذها وكسر عظم كيريو بكل براعه. في الاول ضغط على الهواء بايده كده، وتاني حاجه غمض عينه علشان يحس بيه اول ما يقرب، وبعدها بيفتح ايده والهواء بيطلع وبيطلع صوت عالي جدا معاه. ونتيجه لكده الشخص الموجود قريب منه بيحصل له اغماء لثواني كده، ورين بيستغل الثواني ديت وبيعمل تعويذه تنويم مغناطيسي على كيريو وبعدها بيضربه. وفي الوقت ده كان رين فرحان ومفكر نفسه خلاص انتصر، بس كيريو بعدها بيفاجئه وبيقوم تاني. رين هو كمان لقى نفسه متأذي وعمال يكح دم من بقه. الواد مستغرب جدا ومش فاهم ايه اللي حصل، ولكن اللي ما يعرفوش يا صديقي ان كيريو طلع من التنويم بتاعه في اقل من ثانيه وضرب واحده في صدره. كيريو طلع ما بيهزرش، بيقوم بعدها من على الارض وجسمه عمال يتغير، شعره بيقف وشكله هيتحول ولا ايه. بيقول لرين بعدها انت وريتني حلم جميل جدا وعلشان
كده هكافئك واقتلك. رين اتعصب من كلامه، هجم عليه، ولكن الواد اتفادى هجومه بسرعه جدا وثبته. قال له ده اخرك ولا ايه؟ ما توريني هجوم تاني علشان زهقت من ده. رين اتعصب اكتر، هجم بسرعه عاليه وخلاص هيوصل له، بس ده عندها يلا. كيريو بيفادي كل هجماته، هوب بيشقلبه، بيدوس عليه بعدها كده وبيقول له ايوه كده خليك زاحف تحتي. الزحف بيليق بالضعفاء اللي زيك. الواد بيتعصب منه، بيبعده وبيجري بعيد عنه علشان يقتله، وهوبا كيريو كان وراه بيقول له بص يا عم، الاسلوب بتاعي ده ليه حركتين. الحركه الاولى هي التحرك بسرعه الظل، اما الحركه الثانيه فخليك تجربها دلوقتي. رين كان لسه رايح يستسلم، فهوبا طريق السلام انت. كيريو قتله، الجمهور والكل حرفيا اتصدم. ده ايه القوه ديت يا ابني؟ توكتا في الوقت ده كان بيتفرج عليهم متعصب جامد، وشكل القتالات اللي جايه هتكون دمار يا صديقي. المهم لحد هنا بعد ما كيريو فاز في الماتش بتاعه بيجي دور القتال اللي بعده. ايوه اخيرا ليهتو هيدخل على الحلبه. المعلقه بترحب بيه والجمهور والكل بيولع من دخوله. بعدها المعلقه بتنده على المقاتل اللي ضده، الكل بيسكت. المقاتل ده اول مره يلعب، ولكن مش مقاتل عادي يا صديقي، ده واحد من اقوى المحاربين هنا، وممكن يكون اقوى من الناب حتى. يعني يا بختك الميل يا ليهتو. واسمه كوركي بالمناسبه. كل المقاتلين اللي كانوا بيتفرجوا كانوا عارفين قوه الراجل ده، والكل مستنيه يكسب الماتش بتاعه، الا ليهتو الغلبان ما كانش عارفه وعمال يستفز فيه. بيقول له ده انت حظك نحس يا عجوز، انت اول ماتش هتلعبه مع الاسطوره ليهتو، يلا بقى مش مشكله مش هتقل عليك. فكوركي ما ادالوش اهميه. ليهتو بيتعصب منه وبيقطع له التيشيرت بتاعه وقال له هعرفك تطنشني ازاي. الحكم بعدها بيبعده وبيقول لهم استعدوا للقتال. الاتنين اخدوا الوضعيه والحكم قال لهم ابداوا، وبالفعل ليهتو بسرعه هجم على العجوز، ولكن هوب شقلبه. الواد لسه راح يقوم تاني، فكوركي عطاله رجله وقعته. الواد مستغرب وبيقول للعجوز انت ما بتكملش ضرب ليه؟ فكوركي قال له علشان ايدي ما بتضربش الضعفاء اللي زيك. ليهتو اتعصب اكتر، بيهجم بكل شراسه عليه، بس كوركي بيثبته، بيوقعه على الارض وبيذله. الواد عمال يتعصب اكتر، قام عليه ولكن اخد واحده في دماغه. العجوز ده ما بيهزرش، كان مفكر نفسه فاز، ولكن ليهتو بيستخدم ايده وبيعوره، بيقول له جهز لي يابا انا خلاص حفظت حركاتك. في الوقت ده بقى كوركي اخيرا اعترف بليهتو وبيقول له خلاص هجاريك في لعبتك. بياخد وضعيته في القتال، بيقول له تعالى يلا. ليهتو اخيرا اخد باله هو بيلاعب مين، وعلامات الخوف بانت على وشه. بيزعق في نفسه وبيقول انا لامتى هفضل ثابت مكاني. بيجمع كل طاقته وبيهجم بسرعه عليه. كوركي لسه بيفادي الهجمه، فهوبا ليهتو عطاله الرجل التمام في وشه، لسه هيديله النهايه، فكوركي بيوقعه، بيكون خلاص هيديله بالبوكس في وشه، ولكن الواد بيتفاداها في اخر لحظه. بعدها ليهتو بيفهم كل تحركاته، بيهجم عليه بكل شراسه. الهجمات بتاعته اخيرا وصلته وبدا يجرح في كل جسمه، بيعوره، بيستمر في الهجوم والضغط عليه، والكل كان بيتفرج ومفكر ليهتو هيفوز. بس ده كوركي يلا دخل ايديه الاتنين في جسم ليهتو، والواد حرفيا مش قادر يتحرك. وبيتضح بعدها ان كوركي ده كان عمال يجرجره مش اكتر، والواد وقع في الفخ بتاعه زي العبيط يا صديقي واتجلد. بعدها كوركي بقى بيشيل ايده وبيديله رجل بتبعده. رئيس الشركه بتاعته خلاص قال انه انتصر والمعركه خلاص قربت تخلص، ولكن ليهتو بيفاجئ الكل وبيقوم تاني، بيعافر ومش قادر يتحرك، ولكن برضه بيقوم. كوركي هو كمان اخد باله، هجم عليه علشان يديله النهايه. في الوقت ده ليهتو شاف تحركات كوركي بوضوح، حس بيه والادرينالين عنده علا جامد، شاف كل حاجه بالسرعه البطيئه، بيندفع عليه في اخر لحظه وهوبا القتال انتهى. ايوه ليهتو اكل على دماغه وخسر يا صديقي. انت فكره هيكسب ولا ايه؟ ما علينا. الواد بعدها بيصحى في المستشفى ومش فاكر ايه اللي حصل. المقاتل اللي جنبه ده بيعرفه بكل حاجه وبيحكي له هو خسر ازاي. وقتها ليهتو بيقول له تمام، وبعدها بيسيبه ويمشي. بيطلع على الجدار ده وبيفتكر كل خسايره، بيزعل على كرامته اللي راحت، ما بيستحملش وبيقعد يعيط، وحرفيا جايب اخره يا صديقي. بس هتعمل ايه يا ابني؟ كنت بتلاعب الحوت كوركي. ما علينا. المهم بعد انتهاء الماتش ده بتروح السكرتيره على مقاتل شركه نوجي، ايوه هو هاتسومي يا صديقي، واللي في الوقت ده المعلقه كانت بترحب بيه وبتنده عليه ومستنيه يدخل. هاتسومي بيسمعها فعلا وبيدخل على الحلبه، الجمهور مولع من الحماسه. بعدها المعلقه بتنده على المقاتل اللي بعده، مقاتل شركه يوشتاي العقاريه، اول مره يشارك في مباريات كينجان، وحرفيا محدش يعرف عنه حاجه يا صديقي، واسمه تاكويا بالمناسبه. بيوصل اخيرا على الحلبه والاتنين بيستعدوا للقتال. الحكم رصهم وبدا الترحيب ما بينهم. تاكويا كان عمال يستفز في هاتسومي وقال له انت مفكر انك هتقاتل مقاتل واحد صح؟ فهاتسومي قال له صح. تاكويا قال له لا انا بعرف اقلد حركات اي حد شفته وهو بيقاتل، في 22 واحد لعب قبلي وانا حفظت حركاتهم كلهم، اجهز علشان هجلدك. هاتسومي بعدها بيحس بالقلق اول ما بيقول له طب خد الوضعيه يلا. اخدها فعلا. الاتنين بدا القتال ما بينهم سريع سريع. تاكويا اشتغل ضرب فيه بهجمات كاراتيه ما حدش شافها قبل كده، نجح يجرحه في وشه، غير اسلوبه في القتال ومسك دراعه
وحاول يكسره، بس هوبا هاتسوم رجع لورا وعطاله الناهيه. ايوه هما 26 ثانيه بس خلصوا عليه. الكل طبعا كان مصدوم من القوه ديت، بس دي الحقيقه يابا، غلطه واحده قدام هاتسومي هتجيبك الارض. المهم بعد انتهاء المعركه رئيس الشركه الخسرانه بيروح لنوجي بيهدده، بيقول له ما تفرحش علشان خسرتني في المنافسه، انا لو عاوز اخلص منك كنت عملت. نوجي وقتها بيتعصب منه وبيقول له عدل لسانك يالا، انا بعت لك واحد امبارح علشان يكلمك بس انت قتلته، واللي انت ما تعرفوش انه واحد من منظمه كينجان كان اخذ العضويه امبارح بعد ما انا وصيت عليه، والقتال ما بين اعضاء كينجان ممنوع، ولو انا عاوز اخسرك من الاول كنت خسرتك. رئيس الشركه الخسرانه بيتصدم من اللي عمله وبيقول له امال ما خسرتنيش ليه؟ كان احسن ليك انك تسيب المقاتل بتاعك يرتاح وتعدي المرحله اللي جايه من غير اصابه. نوجي وقتها قال له المقاتلين مجرد بياضك في ايدينا، لو انت فزت عليا كنت شجعتك بكل قوتي، وبعد ما تفوز كنت اخليك تعيني رئيس المنظمه، انت مش هتقدر عليا يالا، يلا سلام. وبيسيبه ويمشي. وفي نفس الوقت ده كانت المباراه الثانيه على وشك انها تبدا، واللي هينافس فيها الدكتور ده، واللي ما طلعش جراح وبس يا صديقي، ده طلع مقاتل مشهور وهيواجه الوحش العنيف باندو. وكان القتال ما بينهم سريع وانتهى بخساره الدكتور، ولكن قبل ما يموت كان حقن في جسم باندو بسم، والعلاج بتاعه مش موجود على الجزيره ديت، وشكله هيودع هو كمان يا صديقي. المهم يلا بينا على القتال اللي بعده علشان هيمزجك يا صديقي، بس قبل ما ندخل فيه تعال اقول لك قصه المقاتل الاسطوري جولان، واللي بيصنف كاقوى ملاكم في العالم. المهم في يوم من الايام رئيس شركه تجاريه بيروح للملك ده وبيقول له انا عاوز استعير الرمح بتاعك، ويقصد جولان بالكلام. الملك بيقول له تمام وكل حاجه، بس انت عاوزه في ايه؟ فرئيس الشركه قال له هاخده في مباريات كينجان. الملك قال له تمام تاني، ولكن انا هستفاد ايه لما انت تاخده يعني؟ فالتاجر قال له لو احنا فزنا في البطوله فانا هكون رئيس منظمه كينجان، والصلاحيات اللي هتكون عندي هتزود من ملكك وهشتغل معاك. الملك طبعا بتعجبه الفكره وبيسال جالان هو موافق ولا لا. الواد طبعا بيوافق وبيستعد للقتال. في الوقت ده المعلقه بتنده عليه اخيرا علشان يدخل، والحلبه حرفيا بتولع وشكله اسطوره يا صديقي. في الوقت ده بقى كان كانيدا بيستعد لدخول المباراه، والمعلقه بتنده عليه. ريو هو كمان كان واقف معاه وبيقول له ما تخسرش. بالفعل الواد بيدخل على الحلبه والاتنين بيستعدوا للقتال، ولكن وكانيدا كان واقف كان بدأ يفتكر قصته زمان لما اتولد وهو تعبان جدا ومريض لدرجه انه كان هيموت مرتين وهو صغير، ولكن اتلحق بالعلاج يا صديقي. بس بالرغم من ضعفه وصغر جسمه كانيدا كان دايما بيطمح لحاجه واحده، ايوه كان عاوز يبقى قوي زي المحاربين. وفعلا هو واقف دلوقتي في حلبه محدش بيقف فيها غيرهم. بس في نفس الوقت ده كان جالان بيحلل الموقف وبيعرف ان كانيدا شخص عادي مش مقاتل شرس ولا حاجه، بيجهز نفسه وبياخد وضعيه القتال بتاعته وبيقول ايا كان اللي ضدي هكسره تكريما لجلاله الملك. كانيدا والكل هم كمان في الوقت ده حسوا بهاله جالان المرعبه، والواد مش قادر يقرب، بس بعدها بيشجع نفسه وبيقرب، والكل مستني لحظه بدايه المعركه. بيقرب فعلا وبوم في اقل من ثانيه كان جالان مديله 13 بوكس. كانيدا اكل على دماغه. الكل انبهر من سرعه جالان المرعبه، والواد حرفيا مش في موقف كويس، بيعمل نفسه مصاب علشان جالان يهجم عليه، ولكن الواد بيقفشه، بيستناه يقرب منه تاني، بينزل عليه ضربه حرفيا مش رحمه. كانيدا بيحاول يستخدم اسلوبه في الكوجن، بيوقعه، بس تفتكر ان جالان هيقع صديقي؟ لا والله، جالان بيكسر عظمه وبيديله بالبوكس وبيبعده. ريو كان بيتفرج ومصدوم من القوه ديت، وحرفيا كانيدا خلاص هيخسر. جالان هو كمان كان هجم عليه وما ادالوش فرصه يرتاح، ضرباته سريعه جدا وقدر يفتح دراع كانيدا وبيديله بوكس في وشه. الواد بيحاول يستغل هجومه ويمسكه من دراعه ويوقعه، وكان خلاص هيكسره، بس جالان بيديله بالبوكس في الوضعيه ديت، بيبعده عنه. بعدها الواد اشتغل ضرب فيه بالبوكس وحرفيا سرعته خارقه، الضربه فيها 13 لكمه وكانيدا خلاص اتفرم. بيحاول يعمل هجوم مضاد عليه، ولكن بوم اكل بالبوكس على دماغه. الهجوم استمر عليه لحد لما خلاص كانيدا جاب اخره، رجله ما بتستحملش الضغط وبيقع، وبوم بعدها اكل البوكس التمام في بطنه، اترمى على الارض خسران. وجالان كان سايبه وخلاص ماشي مفكر نفسه انتصر، بس كانيدا بيفاجئه وبيقوم له تاني، بيقول له انت بتستهزأ بيا ليه؟ انت ليه ما ضربتش الضربه الاخيره؟ انت بتستهزأ بيا علشان انا ضعيف صح؟ انا كنت من معجبينك زمان، كنت بتفرج على كل ماتشاتك، انت ليه مستقل بيا للدرجه دي؟ ليه ما بتحاربش بكل قوتك؟ وكان متأثر جدا. جالان في الوقت ده قال له انا صحيح ما بقتلكش بكل قوتي، بس النتيجه خلاص اتحسمت، انت مش هتقدر عليا. كانيدا بيوطي راسه وبيقول له ايه المشكله؟ انا عارف اني ضعيف اصلا، عارف ان كلكم هنا في البطوله اقوياء، بس هو في مشكله الضعيف يحاول يبقى قوي، في مشكله اتعامل زيكم، انت ليه بتستقل بيا؟ في الوقت ده جالان بيتأثر من كلامه والجمهور كله اتأثر. بيعرف بعدها ان كانيدا هو الشخص الوحيد في البطوله ديت اللي دخلها وهو عارف انه ضعيف. بيعتذر له على اللي عمله من شويه وبيقول له انا خلاص هواجهك بكل قوتي. كانيدا بعد ما بيسمعه بيتحمس، والقتال هيبدأ من هنا يا صديقي.
الكل في الوقت ده بيلاحظ الحلبة والجو حرفيا اتغير. كندا هو كمان اخذ الوضعية بتاعته واستنى الهجوم. بالفعل جالان هجم عليه بسرعة جدا وحرفيا هجماته مش طبيعية. كندا هو كمان بعد ما استخدم كل قوته كان قادر يفادي ضرباته، بيفضل يفادي لحد الضربة العاشرة، بيجمع قوته وبيكون خلاص هيرد عليه، بس بوم جالان عطاله الناهية. ايوه كده اخيرا المباراة ما بينهم انتهت واتحسم الفايز فيها. بعد المباراة بقى كندا بيروح على المستشفى وبيبدأ يتعالج فيها. في الوقت ده ريو كان قاعد جنبه وبيحكي لتوكتا والسكرتير على اللي قالهوله. بيقول لهم قبل ما يدخل على الحلبة حاولت اقنعه يعتزل، وده لاني شفت الشنطة بتاعته واللي كانت مليانة علاج ومسكنات بسبب الامراض اللي عنده. بيحكي لهم بعدها عن اسلوب لعبه واللي لازم عليه ياخد كل ضربات الخصم في الاول علشان بعد كده ينفع يتفاداها. جسمه الضعيف ده لازم ينضرب كل ماتش والا مستحيل يقدر يكسب. بيقول لهم بعدها قبل المباراة بتاعته انا حاولت اقنعه ما يروحش، ولكن هو ما سمعش كلامي ودخل على المباراة بكل جراءة واجه بكل قوته ولكن خسر. بس انا متأكد انه عمل اللي عليه وكان متأثر جدا من عزيمته وفرحان في نفس الوقت انه قابله. المهم في نفس الاثناء ديت كان ياماشتا واقف مع صاحبه كين وبيواسيه علشان خسر. كين بيقول له يا عم مش مشكلة الخسارة، اهم حاجة اني عرفت اعلن عن شركتي هنا. فزي ما انت عارف بطولة كينج لها شعبية كبيرة والمشاركة فيها هتزود من فرص شغلي وتجيب لي شركات تانية. ياماشتا بعد ما يسمع الكلام ده بيفرح له جدا وبياخده بعدها علشان يزوروا كندا. وبعد انتهاء ماتش كندا وجالان بيحين اخيرا موعد القتال المنتظر، القتال اللي كل الجمهور والمشاهدين مستنيينه على احر من الجمر. ايوه الناب هيقاتل دلوقتي وضد مين يا ترى؟ ضد الوحش العنيف نوايا. هتقولي نوايا سيئة يا بسته؟ لا نوايا المقاتل يا صديق، احنا هنهزر ولا ايه؟ ما علينا. المهم في الوقت ده الحكم بينده على نوايا وبيدخل على الحلبة وكاتسوكي كان واقف في المكان ده وبيشجعه. بيقول له خد بالك انت مش هتلاعب انسان، انت هتلاعب وحش. نوايا قال له تمام ودخل فعلا. بعدها الحلبة كلها سكتت والمعلقة صوتها اتغير وبتنده على الاسطورة. ايوه ناب متسوها اغيتو والمقاتل الاقوى في التاريخ بيدخل على الحلبة وسط هتاف غير طبيعي من الجمهور. وحرفيا الله يكون معاك يا نوايا، وشكل نيته ما طلعتش حسنة يا صديقي، ده نيته طلعت سواد زي ما انت شايف. المهم يعني في الوقت ده الاتنين وقفوا قصاد بعض واستعدوا للقتال. نوايا بعدها بيحس بهالة اغيتو المرعبة وبيتحمس على الاخر. ايوه الواد ده مش سهل برضه، ده واحد من اقوى المقاتلين في الحلبة، متقن لمهارات فنون مختلفة وجاي وناوي على الفوز. بالفعل المقاتلين والكل والحكم حسوا بالهالة المرعبة في الحلبة وبدأ القتال ما بينهم. نوايا هجم بسرعة جدا على اغيتو وحاول يثبته، بس التاني عطاله بالرجل في مناخيره كسرها بالرجل بعدها وعلم على جسمه البوكس التمام في بطنه. ده مش هيرحمك يالا. تخيل بقى ان نوايا يخسر بسرعة كده يا صديقي. لا والله الواد بيتمكن في اغيتو وبيديله بوكس في وشه، بيشيله بعدها وبيرزعه على الارض. حاول يثبته ولكن الناب مش سايبه، بيفلت من تثبيته وبيحاول يثبته هو. نوايا بيفك نفسه حاول يثبته تاني ولكن اغيتو مش سايبه. الاتنين رافضين يستسلموا والكل مبهور من المشهد ده. ايمي كان بيتفرج عليهم وحرفيا مش مصدق ده ايه القوة ديت. صاحب الشركة بتاعت نوايا بقى كان واقف مع كاتاهارا وكان واثق في مقاتله جدا وقال له على فكرة انا مش هخسر. وفعلا يا صديقي في الوقت ده الناب كان اتثبت على الارض ونوايا ركب فوقه، اشتغل ضرب فيه بكل شراسة ومش رحمه. الواد بيضرب بكل قوته والناب مستسلم سايب نفسه ينضرب وما بيحركش دراعه. نوايا كان متعصب منه، كان متضايق علشان ما بيهجمش عليه، ولكن فجأة اغيتو عطاله واحدة هشتكته. ايوه الناب فقله. العجوز ده هو كمان كان اخد باله، قال كده اخيرا الهزار خلص، اتفرج بقى على اللي هيحصل. صاحب الشركة المنافسة ليه كان فاكره بيهزر وبيقول له اتفرج انت. وفعلا يا صديقي الناب طلع بيهزر، اخد الوضعية التمام بتاعته وقال لي نوايا انا خلاص حفظت كل اساليبك وهجماتك، انت مستحيل توصل لي تاني. بس هل في مع نوايا مستحيل يا صديقي؟ لا والله. الواد بيتقدم عليه وبوم عطاله بوكس ريحه. الكل اتصدم، اغيتو مش مصدق هو ايه اللي حصل، لسه ملحقش يفوق وبوم اخد واحدة على الطاير، نزل ضرب فيه ومش رحمه. الناب بيبعده تاني لسه هيهجم عليه، بوم رجل التمام في وشه بعدها بالبوكس على طول وما ترحموش يلا. ايوه نوايا ما بيهزرش، هو بيعرف يهاجم دلوقتي بسبب تنوع اساليبه في القتال. فلما الناب بيحاول يثبت نوايا بيفادي تثبيته وبيديله على دماغه، ولما الناب بيحاول يضرب نوايا بيفادي الضربه وبيثبته هو. ده ايه العظمه ديت يا ابني. اغيتو اكل واحده في دماغه واترمى في اخر الحلبه، حرفيا شكله خلاص اتهزم. ريو والمقاتلين كلهم كانوا فرحانين ومظلومين من قوه نوايا ومش مصدقين اللي عينيهم شايفاه. ولكن في الوقت ده اغيتو اتحمس جامد، ملامحه المرعبه ظهرت، قوته زادت، حرفيا شكله بقى مرعب. الكل اتصدم من الوش ده. نوايا هو كمان كان بدا يحس بالضغط تاني، بدا يحلل من جديد. ولكن انت متخيل ان النبي يسيبه يحلل تاني يا صديقي؟ لا والله. اغيتو بينقض عليه بسرعه جنونيه وحرفيا بيجلده. الواد بيحاول يفادي الهجوم الاول وبوم بيلاقي واحد تاني من وراه، خلاص ما عادش شايف قدامه، لسه هيقع. فبوم اتشال من هنا وهوبا طريق السلامه انت. نوايا اغمى عليه والناب وقف ضرب فيه في اخر لحظه. بعدها الحكم بيعلن فوز اغيتو في القتال والبطل ساب الحلبه وخلاص ماشي. بيشكر نوايا على القتال العظمه ده
ده وبيقول له بسببك انا ازددت قوه. ده ايه الجحود ده يا ابني؟ هو انت ناقصك قوه؟ ده ربنا يستر على اللي ضدك بقى. ما علينا. وبعد القتال ده بينتهي اخيرا المرحله الاولى من التصفيات، لو بتبدا المرحله الثانيه واللي هيتواجه فيها الاساطير وبس يا صديقي. المهم بعد المباراه ديت نوايا بيصحى في المستشفى، بيكون مرعوب بعد الخساره ديت وشكله خلاص هيعتزل القتال. في نفس الاثناء ديت كان اغيتو ماشي متجه الى الغرفه بتاعته، ولكن واكاتسوكي كان واقف هنا ومستنيه. قال له انا اللي هفوز عليك، اجهز لي علشان انا ههزمك. اغيتو كان واخد باله من قوته اللي زادت وقال له لو عرفت تفوز في النص اللي على الشمال فانا مستنيك. ولكن توكتا في الوقت ده بيسمعهم وبيقول لهم انا اللي هفوز في النص اللي على الشمال وهكسركم انتم الاثنين. الناب في الوقت ده بيتعصب منه وبيقول له انت مستحيل تفوز يالا، انت مجرد ضعيف هتخسر زي اللي قبلك. توكتا بيتعصب من كلامه وبيقول له طب اجهز بقى علشان اعرفك مقامك. اخذ الوضعيه فعلا وخلاص هيهجم عليه، ولكن فجاه صوره المعلم بتاعه بتظهر جنبه. بيقول له يا ابني انت مستحيل تفوز عليه بقوتك ديت، لازم تطور اسلوبك في القتال الاول والا هتاكل على دماغك. توكتا بيتعصب من كلامه وبيقول له مالكش دعوه. بيهجم على الناب فعلا، ولكن ما اخدش غير رجله واحده بس واترمى في الجدار خسران. بعدها اغيتو بص له كده وقال له انت هتلاعب ريان الجوله الجايه، مستحيل تقدر عليه، هو قوي مش زيك، ضعيف. وبعدها سابه مغمى عليه ومشى. فيا ترى ايه اللي هيحصل بقى في الحلقه الجايه؟ وهل توكتا هيخسر قدام ريان زي ما بعد انتهاء الجوله الاولى وانتقال المشاركين للجوله الثانيه؟ المباراه الاولى في الجوله بتبدا. ايمي بيدخل على الحلبه وسط تشجيع رئيس الشركه بتاعته، وادم اللي خسر ضده كان كمان بيشجعه، وشكل الواد ناوي يكسر الدنيا يا صديقي. في الناحيه الثانيه بقى بيدخل اسطوره الشرطه، الجندي الاقوى فيها اكويا. الحلبه بتولع بعد دخول الاثنين دول، وشكلنا هنشوف قتال عظمه العظمه. بالفعل الكل اخذ مكانه والحكم جهز نفسه وقال لهم يلا ابداوا. بدا القتال ما بينهم فعلا. اخويا اخذ وضعيه الشرطه وقال له تعالى. ايمي على عكس توقعه ما استخدمش اسلوبه العادي، بالعكس عمل نفسه ملاكم وقال له تمام. الكل واقف مستغرب من اللي ايمي بيعمله، مستنيين يشوفوا ايه اللي هيحصل. في الوقت ده بقى كان اكويا استغرب منه هو كمان، استغل هجوم ايمي عليه، عوره في ايده، بيستفزه، مستنيه يهجم عليه، ولكن الواد بيفاجئه وبيقابل الضربه بتاعته بلعب سلبي، بيرجع لورا وما بيرضاش يهجم عليه حتى. في الوقت ده اكويا بيتعصب منه جامد وبيهجم عليه، بيكون خلاص هيضربه بس ايمي بيصد هجومه برجله كده وبعدها بيرجع لورا تاني. الجمهور كله مصدوم، هو انت هتفضل تجري كتير كده ولا ايه؟ لا والله. في الوقت ده بقى البنت اللي كانت بتساعد اكويا حللت كل هجمات ايمي، قالت له جه الوقت علشان ننهي الماتش ده. بالفعل اكويا غير وضعيته وقال له تعالى. ايمي ما كانش فاهم حاجه وفضل زي ما هو، وفجاه اكويا طار عليه عطله بالبوكس في دراعه كسرها. الواد حاول يرجع ويهرب منه، البنت عرفت اكويا بخطته، بوم ضربه تاني. تتوالى الهجمات على ايمي، الواد ما عادش قادر يعمل حاجه. التناسق ما بين اكويا والبنت دي مش طبيعي، خلاص شكل ايمي خسران وش. في الوقت ده كان المدير بتاع ايمي بيحيك خطه وشكله ناوي على حاجه. في نفس الاثناء دي كان اكويا استمر في الهجوم على ايمي والواد مش قادر عليه، سرعه استجابته بتزيد وبيبدا يتنبأ بالهجوم بتاعه، بس البنت بتعرف وبتخلي اكويا ياخد باله، والواد ما بيترحمش يا صديقي. في الوقت ده كان اكويا استمر في الهجوم من كل اتجاه. ايمي خلاص جاب اخره وشكله بيودع، رجله بتتاثر من الخبطات ومركز ثقله بيتهز. الكل خلاص قال دي النهايه بتاعته. تخيل بقى انها النهايه يا صديقي. لا والله، ايمي بيستغل الوضع وبوم بيخنقه. ايوه الواد عمل خطه من الاول وبدا في اسلوب لعب مستفز علشان الضربه دي. كان ماسك اكويا وخنقه، بيحاول ينهي المباراه بسرعه، بس التاني ما كانش سهل ودخل ايده التانيه صد بيها حركته. الاتنين بيعافروا علشان يخلصوا المباراه. اكويا مستغرب هو البنت ما ادتلوش اوامر ليه، متعصب جامد علشان هم كان عندهم اسلوب لهجومه ده وبيقولوا هو ايه اللي حصل معاها. في الوقت ده كان رئيس شركه ايمي قافشها، اخد المايك منها، قال لها انا عرفت كل حاجه، لعبتك دي خلاص انتهت، انا كشفت كل الاعيبك وخلصت على الحراس اللي حاميينك. اي نعم اساليبك جامده في التجسس والحمايه، بس انت ما تعرفيش احنا معانا اينابه الخطير، هو اللي خلص على الحراس بتوعها وعرفها ازاي بتتواصل مع اكويا. البنت بتترعب في الوقت ده وبتقول له ازاي كده، انا متاكده اني ما عملتش حاجه غلط. الرئيس قال لها ايوه بس انا كان عندي شك بسيط في تحركاته ومش هنخسر حاجه يعني لو اتاكدنا. يعني انت بنت عبقريه بتعرفي تحللي كل حركات وتنفسات اللي قدامك، ومع سرعه رد فعل اكويا بتوجهيه علشان يقتل الخصم بتاعه. من غيرك هو ملوش لازمه، زي الدميه من غير صاحب، زمانه اكل على دماغه دلوقتي. في الوقت ده البنت كانت مرعوبه مش عارفه تعمل ايه، قالت لهم انتم اللي مش فاهمين حاجه، انتم مفكرين اني بستخدم موهبتي علشان ازود طاقه اكويا صح؟ قالوا لها ايوه صح. البنت قالت لهم لا، انا بمنعه يقتل اللي قدامه مش اكتر، انا مجرد تهدئه ليه، وانتم حكمتم على المقاتل بتاعكم كده بالموت. الرئيس ما كانش فاهم حاجه هي تقصد ايه البنت ديت، وقال زمانها بتخرف، بس للاسف يا صديقي كلامها كان صح. اكويا المتوحش بيظهر بيكسر اللي قدامه، ايمي بيرجع لورا بيحاول يهرب وهوب لحق عينه بالعافيه. هو ايه اللي بيحصل ده؟ هو سرعه اكويا زادت ولا ايه؟ ايوه بيهجم على ايمي بكل غباء، بيعض من رجله. الجمهور كله مش فاهم حاجه، ادم متعصب هو كمان ومستغرب من اللي بيحصل ده. البنت دي بقى بتحكي لهم على الحقيقه، قالت لهم اكويا كان شرطي جامد جدا، وبسبب كتر قتله للمجرمين مشاعره اتغيرت وبقى وحش بيقتل اي حد يقابله، وحتى لو كان المجرم
المجرم ده عيل صغير سرق من ابوه، اكويا مش هيسمع عليه، هيقتله. انا كنت بحاول اهديه هنا علشان اخليه ما يقتلش حد، بس انتم بوظتم كل حاجه، خرجتم الوحش اللي جواه. وفعلا يا صديقي في الوقت ده ايمي كان مرعوب جدا. اكويا مكسر عظمه، بيقطع حته من رجله وبياكلها، بيقول له اجهز علشان كلك هتتاكل. رجل ايمي بدات تجيب دم من كل حته، الجمهور والكل مقروف من اللي بيحصل ده. ايمي في الوقت ده كان مرعوب جدا وجسمه عمال يرتعش. الهاله المرعبه لاكويا طلعت، وايمي خلاص هيعملها على نفسه، ما عادش قادر يقف. تخيل ان اكويا هيرعبه بس يا صديقي. لا والله الوحش بيتقدم عليه وبوم وقعه. ايمي يحاول يعمل اي حاجه بس اكويا سد بقه، قال له ما اسمعش صوتك، اذا انت ما اتعلمتش الادب دلوقتي هيطلع اوساخ زيك كتير بعد كده. وبعدها بيجمع قوته في صوابعه، بوم بيكسر له الضلع الاول. الالم اللي ايمي حاسس بيه مش طبيعي، الواد مش قادر يصوت حتى او يعبر عن الوجع اللي جواه. الكلب اكويا ما سابوش برضه، قال له مش مسموح لك يغمى عليك. بيفوقه، كل لما ايمي يغمى عليه يكسر له ضلع من ضلوعه ويفوقه. الكل في الوقت ده كان بيتفرج وشايف ايمي وهو بيتعذب، نفسهم الماتش ده يخلص باي وسيله. الحكم ذات نفسه كان عاوز ينهي القتال، بس اكويا ضاغط على بق ايمي ومش سايبه يستسلم حتى. في الوقت ده كان ايمي حس ان دي خلاص نهايته، بدا يفتكر ماضيه. افتكر لما المعلم بتاعه كان بيهزر معاه دايما وبيقول له انت لو فضلت بتفكيرك ده عمرك ما هتعديني، لازم تغير من نفسك واسلوبك في القتال والا هيجيلك خصم هتبقى عاجز قدامه. في الوقت ده ايمي بيفوق، عزيمته بترجع له، بيعض ايد اكويا بسنانه وبيحاول يهجم عليه من تحت. اكويا اخد باله، بعد واستغرب من الاسلوب ده. ايوه ايمي جديد فقله، هيكسر الدنيا. بيهجم على اكويا بكل غباء، بيحاول يكسر له دراعه ولكن التاني بيضربه. بيتاكد فعلا ان في حاجه فيه اتغيرت. ايوه يا صديقي ايمي الضعيف خلاص انتهى واتولد ايمي جديد. بيهجم على اكويا بكل غباء، بيحاول يخلص عليه. اكويا بيضربه مكان الجروح اللي سببها له، بيقول له اقع يلا. تخيل ان ايمي هيقع يا صديقي. لا والله الواد بالرغم من اصاباته ثبت في مكانه وقال له هكسر عظمك دلوقتي. بالفعل ايمي هجم عليه من كل اتجاه، سرعته زادت جدا، عمال يرجعه لورا. اكويا بيدافع مهما يدافع، ايمي مش سايب له فرصه، عوره في وشه. الكل في الوقت ده كان مذهول من حجم الروح القتاليه عنده. ده ايه العظمه ديت، محدش مصدق اللي شايفه. اكويا هو كمان بيستغل اندفاعه عليه وبيمسكه من رقبته، بيخنقه. كان لسه هيخلص عليه ولكن الواد عطاله بالرجل وقال له ابعد يلا. الضربه كانت جت في عين اكويا، بيفتحها بالعافيه، بيقول له تعالى. كان لسه رايح يهجم عليه وهوب ما طلعش هو، ده الحكم يابا. ايوه ايمي من وراه كان خنقه وبيجهز علشان يخلص عليه. اكويا بقى كان مستغرب من اللي حصل بس حاول يفك نفسه تاني. رجع على الجدار ده، حاول يكسر ظهر ايمي، بيضربه مهما يضربه، الواد مكلبش فيه مش راضي يفكه. وقتها اكويا بيطير لفوق وهوب وقع عليه. ايمي ما عادش قادر يتحرك. اكويا امن فوقه واقف يزعق وبيقول له هقتلك، بيتضير عليه، كان خلاص هيديله النهايه. بس عند امك يالا. ايمي كان بيجهز له كل حاجه علشان اللحظه دي. خنق اكويا بقوته، ضغط عليه بكل غباء، خلاص هيخنقه. اكويا بيحاول يضربه في جنبه بس التاني مستحمل، لو هيموت مش هيفكك، خلاص دي اخر فرصه ليه. بيزعق على اخره وبيقول لهم انا ايمي كوزو مش هخسر قدامك. وفجاه عم السكوت في المكان، الكل كان مصدوم. هو ايه اللي حصل؟ ايوه اكويا اغمى عليه، ايمي انتصر. ده ايه الحلاوه ديت، عملت اللي عليك والله. الكل حرفيا كان منبهر ومحدش كان مصدق اللي حصل. وبعد انتهاء المعركه كان اكويا فاق ومفيش في جسمه غير اصابات خفيفه، اما ايمي فكان كله متكسر وشايلينه على نقاله. رئيس الشركه بتاعته بقى في الوقت ده راح على اكويا وحاول يتكلم معاه بس التاني سابه يكتر في الكلام ومشى. وبكده رسميا ايمي انتقل للدور الثالث وهيكمل المعجنه اللي جايه يا صديقي. فيلا بينا بقى على القتال اللي بعده علشان ده اللي انت مستنيه. وبعد انتهاء ماتش ايمي كان ياماشتا قاعد في جنب كده وحزين جدا، عارف ان حياته وثروته على المحك خلاص. وده لان توكتا هيلاعب رايان اللي قتل خصمه الماتش اللي فات. كان قلقان جدا ومش على بعضه لحد لما توكتا بيدخل عليه بيقول له مالك كده يا عم مش على بعضك، ما تنشف شويه امال، هو انا اللي هلعب ولا انت؟ ياماشتا بيقول له حقك عليا يا عم والله، انا بس متوتر زياده حبتين من الماتش اللي جاي. توكتا في الوقت ده افتكر كلام الناب ليه لما قال له انت ضعيف، اتوتر هو كمان وكان لسه هيرد عليه بس فجاه رئيس عائله كيور بيدخل عليهم. ايوه ده جد كارا واللي متغاظ من توكتا لابعد الحدود علشان مفكره ضحك عليها. كان متعصب جدا من توكتا وياماشتا بالذات، وعلشان كده قال لهم ابنك يا عم ياماشتا مفكر نفسه جامد، مأجرنا لمباريات كينجن وبيتلاعب بالشركه اللي احنا فيها. ياماشتا ما كانش فاهم حاجه وبيقول له يا عم هتلاقيك مخربط في العنوان، ده انا ابني ما طلعش من البيت من بقاله 10 سنين. العجوز قال له لا انت اللي مش عارف حاجه، ابنك في ال10 سنين اللي فاتوا كان اسس شركه وبقت من اكبر الشركات في اليابان، مخلي واحد عره يبان مديرها وبيتحكم في كل حاجه من البيت. بس عامه هو ده اخره معانا، انا امرت العيله خلاص تقتله وهو كمان شويه هيموت. ياماشتا بيقلق على ابنه جدا وبيقول له ليه، هو ايه اللي حصل ومفيش حاجه في ايدي اعملها علشان انقذه ولا ايه؟ العجوز قال له في حاجه واحده، لو توكتا قدر يفوز على رايان في القتال فهسيب ابنك العره ده ومش هقتله، بس لو خسرت فابنك والمقاتل بتاعك هيموتوا. ياماشتا كان مرعوب مش عارف يعمل ايه وحس خلاص ان الدنيا جايه عليه. رايان هو كمان كان عمال يستهزأ بيهم ومفكر ان محدش هيقدر له، بس فجاه توكتا بيقرب منه
ابنه. بيقول لهم تمام، المعركه بتاعتنا هتبدا النهارده وهعرفكم انا مين. ريان اتحمس جامد وقال له خلاص مستنيك، انا عاوزك تجيب اخرك. وبعدها سابوهم ومشوا. بالفعل المعركه الطاحنه اخيرا هتبدا، والجمهور والكل مولع من الحماس، وانا عارف انك كمان يا صديقي مستني الماتش على نار، فجهز لي بالفشار علشان اللي جاي دمار. المهم في الوقت ده كان ياماشتا واقف في جنب كده ومش عارف يعمل ايه، حاله صعبان عليه، بيفكر ويعصر في دماغه علشان يلاقي حل ينقذ بابنه، ولكن برضه مش عارف. وقتها البطل بيدخل وبيقول له ما تقلقش، طول ما انا معاك فاطمن، ابنك هيرجع لك بخير وسلامه. ياماشتا بيتضايق من نفسه علشان مش عارف يعمل حاجه، بيوطي راسه للمقاتل بتاعه بيقول له من فضلك انقذ ابني يا توكتا. توكتا بعدها بيولع من الحماس وبيقول له اتفقنا. بعدها المعلقه بتزعق والحلبه بتولع وبيدخل ريان على المكان. البطل توكتا هو كمان بيدخل والكل بيتفرج ومستني القتال ده على نار، وانا عارف انك كمان يا صديقي مستنيه على نار، فيلا علشان هتشوف عظمه. الاتنين بيستعدوا فعلا وشكلها هتبقى معجنه يا صديقي. العجوز ده كان واقف بيتفرج ومبتسم وتحسه ضامن الانتصار كده. بالفعل العيال جهزت والحكم قال لهم يلا ابداوا. في نفس الوقت ده كان كينزو ابن ياماشتا بص كده من الشباك ولقى نفسه محاصر من كل حته. عائله كيور بتفرقع في قنبله جنبه كده، والواد خلاص حس انه ميت وش. ياماشتا كان عمال يرن عليه علشان يهرب بس الواد ما بيردش. في نفس الاثناء دي كان توكتا بدا في الهجوم وشغال ضرب في ريان ومكسره، نازل عليه ضرب بكل غباء، مش مديله فرصه ياخد نفسه حتى. هجمات توكتا بقت اسرع والمقاتلين والجمهور والكل بقوا ملاحظين ده. ريان بيتحكم في توكتا وبيمسك دراعه لسه هيقتله، فبوم اخد القضيه، اترمى في اخر الحلبه، حاول يقوم وبوم عند امك يالا. توكتا الاسطوره خلاص فقله، مش هيسيب حد يقف له، كان مستمر ضرب في ريان من كل اتجاه، مفكر نفسه خلاص انتصر. تخيل انه يكسب بسهوله ديت يا صديقي. لا والله، هي واحده بس من ريان خلته ياخد على دماغه. الكل طبعا بيستغرب، وده لان ريان بعد كل الضرب ده ما حصلوش حاجه. بيقول له توكتا وهو واقع قدامه مالك كده متعصب قوي، انت مفكر نفسك هتفوز ولا ايه؟ قوم يلا وتعالى علشان هكسرك. بس ازاي جسم ريان بالصلابه دي، وازاي ما حصلوش اي حاجه بعد كل الضرب ده؟ العجوز كطهاره بيفسر، بيقول ان ده بسبب جيناته. فعائله كيور هي عائله متخصصه في القتل من اكتر من 1000 سنه، وعن طريق الجواز والتناسل من محاربات مش اكتر. الجينات بتاعتهم اتغيرت وبقوا اساطير على مر الزمن. يعني من الاخر كده ريان سلاح حي يا صديقي، وشكله هيكسر اللي قدامه. توكتا بقى في الوقت ده كان واقف ومش عارف يعمل ايه. بيلاقي ريان بيقول له انت يا عم بتفكر في ايه؟ اتحول لنسختك التانية يلا، اللي استخدمتها في الماتش الاول. هي اي نعم مش جامده قوي بس هتسد معايا شويه، ولو ما تحولتش هقتلك دلوقتي. توكتا ما بيسمعش كلامه وبيهجم عليه، بس ريان بيفوق له، بينزل عليه بتقله، بيكسر عظمه وبيضربه في كل حته، عمال يتنمر عليه قدام الكل ومش رحمه. بيقول له انا مش قلت لك اتحول لنسختك التانية؟ انجز يلا بسرعه والا هقتلك. وبيديله واحده بترميه بعيد متكسر، نايم على بطنه مش قادر يعمل حاجه. توكتا كان عارف التاثيرات على جسمه من استخدام اسلوب الاندفاع، بس مفيش حل قدامه غير كده علشان يلحق ابن ياماشتا. بيتعصب جامد من نفسه وبيستخدم كل قوته، بيقول له طالما انت عاوز كده فاستحمل اللي هيحصل لك. وفجاه الجو قلب احمر، طاقه توكتا اجتاحت المكان بالكامل. المره دي توكتا استخدم اسلوبه بالكامل، وتوكتا لونه اتغير، مزاجه وحتى صوته ما بقاش طبيعي. بيهجم على ريان وهوب احلى مسا عليه، بينزل عليه بضربات تانية من كل حته، حرفيا قوته ما عادتش طبيعيه. ريان بيتحكم فيه، بيديله بوكس وبيبعده، لسه يديله بوكس تاني وفجاه توكتا مسكه قال له هو ده اخرك ولا ايه؟ بوم عطاله رجله كسرته، ضربات وركلات من جميع الاتجاهات، وحرفيا كيريو متمزج بيعيط من اللي شايفه. هو اصلا كان نفسه يشوف توكتا في الحاله ديت، بتمزج من المشهد ده، وده لانه هزمه قبل كده بنفس الاسلوب ده وهم صغيرين. في نفس الوقت ده بقى كان توكتا وريان نازلين ضرب في بعض والدم في كل حته. توكتا المسيطر في القتال ده وطاقته زايده، وريان ما عادش قادر عليه. وقتها الواد قال له انت جامد يالا، وعلشان كده هوريك نسختي التانية. بيفعل طاقته الكامله، بيستخدم اسلوب الازاله. ايوه هو ده نفس الاسلوب اللي استخدمه قبل كده وقتل خصمه. طاقته زادت، الجو اتغير، الكل حرفيا مرعوب. توكتا بعد ما شافه عينه اتغيرت برضه، زود في طاقته تاني وقال له تعالى. بالفعل الاتنين هجموا على بعض بقوه بسرعه جباره. الضربات المره دي مش طبيعيه، قوه العيال دي مش معقوله. ياماشتا كان بيراقب كل حاجه ومش مصدق اللي شايفه، كان مستغرب من مصدر طاقه توكتا اللي عمال يزيد ومش عارف هو ايه اللي بيحصل. بس فجاه الدكتور ده بيقاطع كلامه، بيقول له زي ما انا متوقع توكتا بيستخدم قلبه زي المحرك وبيزود ضرباته، فبسبب الاسلوب ده توكتا بيخلي قلبه يضخ الدم بسرعه جدا لجسمه، وبعدها بيحول الدم الحراره، والحراره ديت بتزود طاقته وبتخليه كده. ياماشتا بعدها بيتصدم وبيقول له طيب هو الاسلوب ده ملوش اضرار ولا ايه؟ الدكتور قال له اكيد ليه، يعني في الاول الشرايين القريبه من القلب مش هتستحمل وهتنفجر، وبعدها يفضل يحصل نزيف في كل حته في جسمه لحد لما يموت، ولو المقاتل بتاعك ده فضل كده فمش هيعيش فتره كبيره. ياماشتا طبعا بيترعب من الكلام ده جدا، وبيطلع يجري على ابنه علشان يحذره ويخليه يهرب بسرعه، فهو لو عرف يهرب هيخلي توكتا ينسحب وينقذ الاثنين. بس هل الموضوع بالسهوله ديت يا
صديقي؟ لا والله. في الوقت ده كانت عيلة كيور حصرت كنزو وخلاص ما عادش ليك مفر يا باشا. في نفس الاثناء دي كان القتال مستمر ما بين الاتنين وحرفيا متعة بصرية، الاتنين شغالين ضرب بكل غباء، الجمهور والكل حرفيا مصدوم. ده حتى عيلة كيور كانوا مصدومين من توكتا وقوته، هو ازاي قادر يقف قدام ريان بعد كل الضربات دي؟ الواد ده شكله جامد. توكتا بقى في الوقت ده كان بدأ يفهم تحركات ريان، خلاص هيضربه، بس ده ريان يابا هي واحدة بس اخدها في بطنه ثبتته. توكتا لسه رايح يحرك دراعه لقى نفسه مش قادر. ايوه الاسلوب بتاع توكتا كان جاب اخره، خلاص شكله هيودع. ريان بقى في الوقت ده كان مسكه هوب عطله الناهية. توكتا اترمى في اخر الحلبة، ياماشتا بيرجع وبيشوفه وبيتصدم، هو دي نهاية القتال ولا ايه؟ الجمهور والكل حرفيا مش مصدقين عينيهم. توكتا خلاص جاب اخره، اتحكم عليه بالخسارة. الحكم كان لسه رايح يقول الفايز، فهوب ريان وقفه قال له لو اتكلمت هقتلك انت كمان، انا لازم اعبر له عن شكري واقتله بطريقة محترمة. انت راجل حقيقي يا توكتا ومتعتني في القتال ده، فقوم يلا علشان اقتلك. توكتا في الوقت ده كان بيسمع الكلام ومش قادر يتحرك. بيظهر له طيف معلمه وبيقول له عجبك كده؟ اديك خسرت اهوت علشان ما سمعتش كلامي. عجبك وانت مرمي كده؟ توكتا قال له اعمل ايه يعني؟ ما اسلوب نيكا بتاعك ما جابش معاه نتيجه، وبعدين لو كان اسلوبك قوي زي ما انت بتقول انت ليه خسرت واتقتلت وانت بتستخدمه؟ امشي يلا من قدامي، مش عاوز اشوف وشك تاني. المعلم بتاعه قال له يا ابني اسلوب نيكا بتاعي هو الاقوى، وما تحكمش على الكل علشان واحد زي خسر، انت لازم تثق في اسلوبك القتالي وتغيره والا هتفضل خسران كده زي ما انت. توكتا في الوقت ده بيستوعب كلامه وبيفهم ان القتال على نفس المنوال مش هيعمل حاجه، بيجمع عزيمته المره اخيره وبيقول له تمام. في الوقت ده كان ياماشتا عمال يزعق ويعيط علشان توكتا يفوق، بيقول له قوم يا بطل يلا، انت الوحيد اللي رجعت لي شغفي في الحياه، عرفتني ان لسه في امل مني، انا متاكد انك عمرك ما هتخسر من حد، فقوم يلا يا بطل. توكتا بيسمعه في الوقت ده وبيقول له تمام. ريان هو كمان كان اتحمس وقال له تعالى، بيهجم عليه بسرعه جدا، بيحاول يديله بالبوكس وينهيه، وبوم الهيئه الاولى كسرته، ما تخليهوش يخلص بهجوم واحد، وبوم التاني في رقبته، لف عليه وهكسرك يالا. الكل مصدوم، هو ايه اللي بيحصل ده؟ ريان ما فهمش حاجه، بيحدف توكتا بعيد برقبته، جرى عليه وهو واقع، كان لسه هيضربه وهوب توكتا عطاله بوكس في وشه، غير من وتيره القتال بتاعته بالرجل عليه وشقلبه، حاول يكسرها. ياماشتا هو كمان كان قلب مصارع من العظمه. ريان مش فاهم حاجه، بيبعد توكتا عنه، بيقوم وهو مصدوم، هو ايه التقنيات ديت؟ امال ما كانش بيستخدمها في الاول ليه؟ ايوه المعلم بتاع توكتا فوقه، بيقول له خلاص ده ما عادش اسلوبي من النهارده، ده اسلوبك انت يا بطل والبرهان على حياتك، طوره زي ما انت عاوز وفوز في المعارك، يلا بقى سلام. وبيختفي طيف معلمه سايب توكتا في عز حماسه، بيقوم فعلا وبيقول لهم ده اسلوب نيكا بتاعي، اللي عاوز يتقدم يجرب. ريان بيتعصب منه، بيطير عليه علشان يضربه، توكتا بيدافع والاتنين بيقعوا على الارض منهكين خالص. ايوه ريان كده مش هيعرف يستخدم اسلوب الازاله تاني، ودي فرصه توكتا الوحيده علشان يفوز. كان في الوقت ده الكل بيشجعه، بيديله الطاقه اللي عاوزها. ريان بقى كان عطاله رجل رجعته في اخر الحلبه، جرى عليه علشان يديله الناحيه، تخيل بقى انه يعرف ينهيها يا صديقي. لا والله توكتا عطاله البوكس المنتظر. ايوه هو استغل الضربات في رقبته طول الفتره ديت وضربه كمان فيها. ريان اغمى عليه لحظيا، لسه ما فاقش. توكتا ما عطالوش فرصه وركب عليه، عطاله بوكسات من جميع الاتجاهات، الضرب عليه من كل ناحيه، الكل بعدها اتصدم. الحكم بيوقف توكتا بالعافيه، بيحكم بالنتيجه، توكتا فاز. الكل فرحان ومظلوم ومش مصدق، ده ايه العظمه ديت؟ ياماشتا في الوقت ده جرى على توكتا وشجعه، مش مستوعب الفرحه اللي هو فيها. توكتا هو كمان قام منتصر من الحلبه وساب الكل وخرج ماشي على رجله. اي نعم هو ما كانش قادر يتحرك يا صديقي، بس عاش عليك اقسم بالله. وبعد انتهاء المعركه المقاتلين كلهم بيعرفوا اسلوب توكتا، بيحترموه على شجاعته ديت، ده حتى النبذ ذات نفسه فهم قوته وحس بالخزي علشان قال له انه ضعيف. اما كيريو في الوقت ده فكان متعصب جامد، هو ما كانش عاوز توكتا يستخدم اسلوب نيكا بتاعه ويفضل يقاتل بالاندفاع، كان متعصب على اخر درجه ومش ناوي على خير يا صديقي، وانا ذات نفسي ما عدتش فاهم دماغه والله. المهم ما علينا يعني. بعد انتهاء المباراه اخيرا ياماشتا بيروح على رئيس عيله كيور وبيعتذر له، بيقول له انا اسف علشان ابني اتلاعب بيكم، بس الوعد وعد وانت لازم تسيبه دلوقتي. العجوز طبعا بيتعصب من اسلوبه، بس بيقول له ما تقلقش يا عم انا عندي كلمتي، بيخلي الجنود يسيبوه وبيتم العفو عنه، ما تنساش تشكر ابوك يالا يا عر انت. بعدها ياماشتا بيفرح جدا وبيسيبه وبيخلع من المكان في ثانيه. نوجي بقى بعد انتصار توكتا كان رافع راسه على الاخر، فرحان ومش مصدق نفسه علشان كسب. كان في الوقت ده بيتكلم مع كاتاهارا براس مرفوعه وفي سره بيقول حكمك هينتهي من النهارده. المهم بقى لحد هنا بيخلص الجزء الثاني من حكايه توكتا. لو عاوزين الجزء الثالث اكتبوا لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم، ويلا سلام سلام سلام.